الناس نفسها تعرف كود الحياة بتاع إسماعيل. فيني طفل بيسأل كتير. معظم الناس على السوشيال ميديا بتبقى فعلا مش حقيقية. هي هيك تركيبة الحياة صارت. خلاص انتوا كده عرفتوا الروشتة بتاعت إسماعيل تمر علشان أي حد عايز يحتفظ بالعلاقة بتاعته. فأنا مشان ما حدا عم يشوف الحلقة يقول شو الإنسان المثالي، عاملة أعطيته لك بوتستا. مفاجأة. ازيكم؟ ضيفي النهاردة فنان سوري، مغني وممثل وكاتب، قصة نجاح حقيقية، شخصية مؤثرة جدا، عنده ملايين المتابعين من العالم العربي ومن جميع أنحاء العالم. بيكتب كلمات أغنياته من قلبه، بيتكلم فيها دايما عن مشاعر وقصص حقيقية. مر بلحظات متفاوتة في حياته، لحظات صعبة وأكيد لحظات حلوة. اتنقل في حياته من أقصى اليمين لأقصى اليسار، شخصية ليها نقط تحول كتيرة جدا. ضيفي النهاردة اللي منورني في كود الحياة الفنان إسماعيل تمر. أهلا بيك يا إسماعيل. يا هلا فيك، شكرا كتير على هالمقدمة الحلوة. أنت منورنا. تسلمي، شكرا لك. الناس نفسها تعرف كود الحياة بتاع إسماعيل. كود الحياة أنا بالنسبة لي بتغير يعني بكل مرحلة، بكل خلينا نقول يمكن كل 5 سنين عشتهم بحياتي كان لهم كود بالنسبة لي أنا معتبره أنه هو الصح. أوكي. يعني أنا بفترة خلينا نقول بتبلش الحياة عند الإنسان بعمر 20، بحس حاله إنه خلاص كبر وصار. على 25 بيقول أنا عندي لا الكود ده غلط، عايز تغيير بقى. على 30 بغير فأنا بحس كل 5 سنين عندي نقلة كانت بحياتي. ولها أسباب يعني، ولها ظروف محيطة فيني. إن كان سافرت خارج سوريا، أو ظروف عائلية، لما إجاني أول ولد، لما إجاني تاني ولد، لما تجوزت، قبل ما أتجوز، لما توفت أمي الله يرحمها، لما توفى أبي. يعني كل فترة في حياتك، كل حادث عشته، كل ألم، كل فرحة، كل سعادة، كل نقلة نوعية بشغلي، كل عمل عملته انشهر، بقعد بيني وبين نفسي بعد كل حاجة يعني. ترجع تراجع نفسك. أنا كتير بحب أقعد مع حالي. فبفترة ال الأوقات اللي بتعديها مع نفسك لازم تطلعي بشيء تاني أكيد. لأنه أنا ما بقعد مع نفسي يعني فقط بتسلى، بقعد بحب أواجه نفسي كتير يعني. ما بحب كتير أفرح بالنجاحات، بحب أنقد حالي، بحب أجلد حالي كتير على المراية. ده طبعك من وانت صغير. بحسها يعني بدل ما أسمع النقد من الخارج، لا خليني أسمعه من نفسي. يعني أنا مثلا خلينا نقول عملت مثلا أغنية ما بشوفها حلوة، يعني ما خلاص أنا مبسوط، لا ببحث إيه المشاكل فيها مثلا. ممكن حد تاني يقول لك لا خلاص دي حلوة، ويسمع النقد من الجمهور، من الطرف الآخر. أنا لا بحب أسمعه من حالي أول شيء. الشغلات أنا شوي عم بحكي مصري وسوري، لا احكي براحتك خالص. أنت فاهمة سوري؟ لا والمشاهدين هيحبوا أصلا يسمعوا سوري. خلاص معناتها خليني على السوري. فالفكرة الجلد الذات مو دائما صح الواحد يجلد ذاته يعني. دائما يكون قاسي على نفسه. لا بس لازم كمان ما تكوني مرتاحة بالحياة كتير، يعني انه خلاص الحياة تمام. دي كمان بتساعدك. فأنا عندي الجانب هذا هو اللي كان يغيرني كل 5 سنين. هي دي اللي بتخليك تطور من نفسك وتحدث أولوياتك اللي بشوف الشغلات اللي كنت أنا سيء فيها، مو بس بالأعمال، يمكن بمعاملتي مع محيطي، ممكن صحتي. أوكي. ممكن والله الفترة أنا
عم بسهر كتير، لازم ما لعبت رياضة هاي الفترة لازم ألعب رياضة. أنا كنت قبل بشرب ايكوس وبدخن نرجيله وكذا، بس هلا بطلت. يعني بعالج نفسي بنفسي. وبتتقبل النقد من الاخرين؟ البناء والمحترم. اوكي. لانه في ناقد وفي حاقد، وهم يعني بين الناقد والحاقد شعره. الناقد هو اللي اول شيء من ينقدك بالسر. يعني من نقدني سرا نصحني، ومن نقدني علنا فضحني. صح. يعني شو نيته للي بده يقعد ينقدك قدام الناس؟ ممكن نيته تكون يعني في شر تجاهك، هو بس مثل بتقولوا بالمصري بيتريق عليك. اما لما بده يجيكي بالسر ويقول لك انا شفتي منك حاببك تغيري ده او ده، فهو بيحبك. فبحب النقد لما يكون سري. ما بحب النقد علنا. صح. ولا بحب انقد حدا علنا، يعني لانه ده الطبع فيني. انا لو شفت شغله فيكي ما يعني مالي حابه، باخذك على جنب، بحكيكي واتساب، ببعث لك مسج يعني تحب كده احلى. بحسه هذا هو، يعني هذا هو قصد النقد. صح. هذا هو النقد البناء. انا ليش عم بنقدك؟ عشان اغير من نفسي لغيرك للافضل. صح. لما بدي نقدك قدام الناس، انا اول شيء احرجتك قدامهم، ثاني شيء طلعتك صغرتك قدامهم، او يعني خلينا نشوف قديش الحسنات والسيئات بالنقد. ده حتلاقي السيئات اكثر. أيوة. قدام الناس. صح. اما لما نكون لوحدنا فاكيد حسمع منك اكثر وحتسمعيني اكثر، وحيكون تقبلك للنقد بالسر يعني هيك بشفافيه، وحترتاحي فيه اكثر. اسماعيل تمر، انت مين بعين نفسي ولا مين بعين الناس؟ لانه انا ما بعرف حالي بعين الناس بصراحه. كل حد بيشوفني بطريقه. اما اسماعيل تمر بنفسه هو مين؟ ده السؤال. يعني ممكن نقول ده، ممكن نقول ده اللي مريحك. لا الثاني مش عارف بصراحه. يعني بعين النفس ما بعرف. انت طيب انت اصلا بعين نفسي فيني اقول لك انا مين اسماعيل. يعني انا شايف حالي انا فيني طفل بيسأل كتير. انا عندي ولد عمره 6 سنين ونص وولد عمره 1 سنة ونص. هلا اذا حكينا عن تيم ابني بيضل يسأل بابا ليه، هو الله فين، هو الله مين، هو انا، هو تيتا راحت فين بعد ما تموت، هو كده ليه، هي حق العربية ايه، هو ازاي يصنعوا ده. هو فانا بحس اسماعيل في عنده هذا الطفل جواته بيضل يسأل. هو ليش دايما بتبقى بتدور على اجابات لاسئله بكل شغلات. ما بحب اخذ الاشياء الموروثه يعني كما هي، خصوصا في الدين. يعني ده يعني هي الشيء اللي خلاني حدا ابحث صار لي 15 سنه بعلم النفس وبكتب الدين والتوراة والانجيل والقران. ببحث بالقران ككتاب مثل كتاب العلوم ولا الفيزياء ولا الكيمياء. ببحث بحلل. اما هو هذا كلام رب العالمين. انا لما بدي اشوف حالي انا اسماعيل مين، بشوف عندي كتير حب المعرفة، حب البحث. ما بحب هيك الشغلات السطحية والسريعة اللي بتكون بسألك وتعطيني الإجابة السريعة. لا، بحب تبحث ورا الإجابة. بحب أخذها أنا تقتنع فيها. فاسماعيل هو فيك تقولي هو طفل باحث لساته. ولو صار عمري 70 حضل حدا يبحث عن الحقيقة. وانت كنت بتحاول تعرف نفسك من وانت صغير، ولا في لقطة معينة كنت حابب ان انت تعرف فيها نفسك وتفهم نفسك اكتر؟ لا والله ما يعني. لما كنت صغير بحس كنت ماشي مع القطيع مثل ما بيقولوا، نظام القطيع او يلي الحياة ماشية ويلا. اوكي. وشو بسمع يعني بصدق. يعني مثلا الدين هو هيك 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 خلاص اوكي. السياسة هيك 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 اوكي. الوطن هيك هيك اوكي. كل الاشياء اللي كانت تجيني كنت اتقبلها. يمكن لعمر خلينا نقول 20 22 بلشت بقى اشوف انه لا، تعال انا شوف الحلول بطريقة تانية. فلقيت اول شيء شغلة ممتعة جدا
يلي هي رحلة البحث في هاي الدنيا جدا. أحسن ما تملي. يعني تخيلي عايشة حياتك بغرفة خلص عرفتيها، بينما لا أنت عم تحللي كل شيء، فوقتك بصير ثمين، زائد بتكتشفي أشياء عن جد هي سرية ومخفية عنا نحن كبشر. هي بتروح للناس فقط اللي بتدور عليه. وبتدور عليها يعني، والحياة بتعطيك الأجوبة اللي بدك إياها، لكن بدها حدا صابر بالبحث. يعني رحلة يعني أنا قدوتي بهي الأشياء هو الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. فبحب رحلته بالبحث. يعني كان إذا بيشوف نملة بالطريق بيقعد بيقول وين بتروح وكيف هي كيف بيلموا بعض النمل وكيف بتنادي النملات. يعني حاجات دي اللي بتخليها يمكن بعض الأشخاص بيسموها سطحية، الناس لكن بتشوفها هي سطحية. لا هي إلى أبعاد. والبعد اللي بتحصلي له بالبحث هو معرفة الحياة ومعرفة الذات ومعرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة أجمل شيء. تخيل إنسان عايش وما عرفان هاي الرحلة اللي ماشي فيها رايح فين وهي ماشية إزاي فلا يعني مفروض كل البشر يكون عندهم هاي رحلة البحث اللي عندي إياها، بغض النظر إمتى تطورت. يمكن تطورت بعد يعني بعد الوفاة. أوكي. بعد وفاة أمي وأبي تطورت معي جدا ب 2023. أي ما كانت أكيد، ما كنت أنا وصغير بحب علم النفس كهواية مثل أي حد بيحب يشوف فوتبول كرة قدم أو يتابع المباراة أو برشلونة. لا أنا عندي حب علم النفس، إزاي بيتكون الإنسان، هو ليش بيزعل، ليش بيفرح، العاطفة من وين بتجي، شلون بيصير الإنسان سري، ليش الإنسان بيكون بخيل، ليش. يعني الحاجات الوجدانية اللي بحبها أنا. تحب تقرأ فيها وتبحث فيها كثير. بحس حالي إني عاطفي جدا 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 جدا، وهذا موضوع أذاني كثير. دي نعمة. هي نعمة منقمة بمجتمعنا هلأ بصراحة، لأنه نحن هلأ عايشين بمجتمعات سطحية جدا ومادية جدا. فلما بدك تكوني عاطفية بدك تتحملي بقى من محيطك عواقب. لأنه المحيط ما كله عاطفي، ولا أحد يعني له ما تشعري فيه بصراحة، ولا أحد تعني له مشاعرك، ولا أحد بتهمه أنت بتحسي إيه دلوقتي، أو إن همهم اللي عم يشوفوه. على مشان هيك نحن بحياتنا هلا على السوشيال ميديا بتحسي كل الناس سعيدة. وفجأة بتلاقي واحدة اتطلقت لك، ما من يومين كانوا سياحة بلندن، علشان لا اللي عم نشوفه كله مو حقيقي، مش حقيقي. معظم الناس على السوشيال ميديا بتبقى فعلا مش حقيقية. هي هيك تركيبة الحياة صارت. يعني هي كانت سوشيال ميديا، هلا صارت كلها الحياة كلها فيك. مش كان اسمه الواقع الافتراضي. نحن افترضناه، لا هلا صار واقع وليس افتراضي. هلا العالم مفكرة انه هذا الواقع الافتراضي، لا هذا هو واقعنا. السوشيال ميديا واقعنا. الشتائم اللي عم تجي للناس على الكومنت هي ناتجة من ناس عندها بغض وعندها حقد دفين داخلها، هي بتعبر عليه على السوشيال ميديا، بس هي اذا شافتك بوشك مش حتقول. بس هن موجودين، معناتها مو واقع افتراضي. هذا واقعنا للاسف. فمشان هيك الانسان العاطفي بهي الاوقات هلا بهالكم سنه اللي عم نعيشهم صار يحب العزله اكثر. العزله اللي هي تكون مش وحده لحاله، يعني عزله، وانا سميتها عزله سليمه، حكيت عنها بكتابي، اللي هي تكون مع كم شخص انت عايشه معهم وسط سليم وخلاص. يعني مثلا عائلتك، صديقه صديقتين وخلاص. يعني الناس اللي كتيرة مستحيل يكونوا كلهم حاسين فيك، مستحيل. أنا بقول مستحيل حد يقول لك مثلا أنا عندي 20 صديق، قولي لهم لما تغربل حيبقوا 5، غربل حيبقوا 3، ويمكن تلاقي 2، ممكن ما يطلع حتى 1. صح. هي عم لك بعد تجربة 35 سنة. أنا يمكن هلا ما عندي يعني وهي أنا سوشيال ميديا وبسافر وعشت بكذا بلد، وأنا بعتبر حالي من الناس النشيطين مع الناس. يعني يمكن ما عندي 3-4 أصدقاء اللي لما أحتاجهم حلاقيهم، أو هن بيعرفوا مين إسماعيل من جوا. تخيل، مع إنه قديش بفكري إنه المشهور عنده ناس
كلهم حبايبي وكلهم بشوفهم وبقعد معهم، بس يعني في فصل بيناتنا، بتحسي دائما في. انا بحس كل ما بنكبر كل ما بنبدأ نفلتر الناس، كل ما مم. بنحس ان احنا لو مش هنقعد في مكان يكون في كلام مفيد او هيزود لنا او هنتكلم في حاجة فعلا مفيدة لينا احنا الاتنين، يبقى خلاص بتلاقي نفسك مش قادر تقعد في القعدة وحتى دي. لا وحتى لكي، بس مش كمان بس لما نكبر، لانه ممكن واحد يكبر يوصل لل40 وما حس بألم. انا بعتبر اه. الألم هو السبب بهي الرحلة، الألم. يعني اليوم جيبي شخص عمره 25 سنة مم. عايش ألم، حتلاقيه بيقعد مع حد عمره 40 سنة مم. وبيناقشه وبتحسيه كبير. مم. وبتلاقي لا، في عالم انا بحياتي عمرها 45 سنه ولا بيشعروا ولا بيهمهم ولا بيهمهم الشغلات اللي عم نحكي فيها هلا. ليش؟ مم. لانه عواطفهم مبلده وما عاشوا الم، ويمكن لو عاشوا الالم كانوا يطلعوا من هذا الالم بعدم باللامبالاه. يعني مم. يعني بتلاقي مثلا امه توفت ثاني يوم راح سهر، ولا يعني مشاعره مبلده. فهذا ما خص العمر، مم. خص الالم. الألم. الرحله قديش فيها الم. آه. وقلتها بكتابي، الألم ضروري بكل رحلة. مم. بعد كل ألم حيصير في غربال، في تغيير. حيصير في كشفتي بقى الوجوه الأقنعة اللي نزلت. انا بحس ان الفقد هو اكتر تجربة الانسان بيحس فيها بألم، وفي ناس مم. مع الألم بتتكسر وبتفقد كل حاجة وبتكتئب وممكن ما تعرفش تقوم تاني، وفي ناس بتستخدم الألم ده ان هو بيكون سلمة ان هي بتطلع عليها تكتشف نفسها اكتر وبتعرف هي عايزة ايه اكتر من الدنيا. هو ليك الرحلة إجباري بده يقعد وينكسر إن كان قوي ولا كان ضعيف. مم. أنا بعتبرها هي مرحلة التفريغ. مم. يعني مش معقول أنا أحول ألمي لقوة بتاني يوم. مم. لا، أنا حاخد وقتي. أنا راح أخذ وقتي وراح أبكي وراح أزعل وراح أنعزل وراح أضعف وراح يضعف جسمي وححس بكآبة وحعيش الرحلة زي ما مم. مكتوبة. يعني لأنه كمان بتضرك أنت دائما. أنا قوي وأنا ححول ألم. لا، أنا مش عايز أحول أي شيء بحياتي. أنا بدي أعيش اللحظة مثل ما هي مم. وأنا عشتها. طب احكي لنا عن التجربة اللي انت عشتها في ألم الفقد دي، استفدت منها ازاي او هلا قدرت أنا تطلع لأني منها ازاي؟ حكيتها بكتير بودكاست، فأنا رح خلينا نحللها بطريقة تانية. حللها هلا يعني بطريقة مشان تانية. اللي عم يشوفونا هلا ماشي. أكيد من الجمهور اللي بيحب يتابعني بالبودكاست ما نعيد. مم. هي كانت، انا اخذت وقتي فيها. يعني انا فتره وفاه امي كانت قبلها يعني عانت 2.5 مع الكانسر. هي فكره لما تكلم معي الدكتور وقال لي يعني والدتك حتموت بعد 6 أشهر ماكسيموم. هون خلاص يعني فقت. ولما توفت أخذت وقتي بالحزن وضعفت وضعف جسمي. كنت تقريبا يمكن شي 100 كيلو وزني، صرت شي 70، خسرت 30 كيلو. ما يا. عاد أكلت، ما عاد نمت. حزنت. اكتشفت كتير أصحاب كانوا حوالي طلعوا مش أصحاب. اكتشفت الحياة بطريقة تانية. اكتشفت الوقت اللي الإنسان بيقضيه مع الناس اللي بيحبون قديش أهم من الحياة المادية. بعد 6 شهور رجع توفى أبي، فكانت صدمة. قبل ما يتوفى أبي ب3 أيام إجاني طفل اسمه جاد. فاهمة الرحلة دي يعني رحلة طلع نازل كتير. يعني إيه ما اه. يعني أنا بعد 6 شهور بقول يلا يا رب إجاني آه. طفل بقى خلاص أنا لازم أقوم. فبعد 3 أيام بلاقي رجع مات حاجة أبي. كسرتك تاني. فأخذت وقتي 2 بعزلة. طلعت فيهم بكتاب. طلعت فيهم بإسماعيل جديد بصراحة. مم. هلا بقول لك انا طلعت عم شكل من وراء الالم قوه وفهمت الحياه فهمت قديش نحن بشر مغيبين. مين السبب ما حقول مين السبب. مو المهم نقول مين، لانه معروف القوه الحاكمه المسيطره علينا نحن كبشر. اكيد هي قوه يعني هن ناس قليلين سيطروا على كل الكرة الأرضية إن كان بالسياسة ولا الاقتصاد ولا ببناء الأجيال. فحولت العزلة ببحث بقى. ماما هي هتروح فين بعد الموت. مم. والكلام اللي أنا بسمعه من المشايخ
انا كنت حدا صاحب دين جدا، بس بالدين اللي هم عايزينه، يعني اللي يعني مشايخنا بيفرضوه. اوكي. فانا كل المشايخ اللي تربيت على ايديهم كانوا انه لا، امك بعد الموت حيجيها انكر ونكير، ومين ربك، وحيايا وافاعي وظلمات يعني بحس رب العالمين هو حدا ظالم بهداك الوقت، هيك صرت اقول. فالحدت اوكي. صابني، لا انا مش عايز ما بدي اصدق ان ده هيحصل لمامتي. ايه، لانه لا انا ماما لا، لا. وانا بعرف انه رب العالمين هو رحيم. مم. فشلون يعني حيعمل بعبده هيك؟ فبلشت بحث بقى بالاله الحقيقي المغيب عن البشر، وهي الرحله يعني اخذت مني وقت لبين ما وصلت لليقين بقى انه لا، في اله. مم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يعني فهو لا موجود، فانا لازم بلش احكيه، ما عاد احكي الشيوخ، لانه رب العالمين مو بحاجه لوسيط لحتى انت توصلي له، ومو بحاجه لتحكيه بلغات بفصحى ولا سامع مشاعرك. فبلشت رحله اليقين التام بالله بعد الهبوط بفكرة، وضليتني ملحد بالاله اللي علموني عليه بصراحه. يعني لهلا انا ملحد بهداك الاله، انا كافر فيه لانه ده صعب. مو صعب ده لا في شيء، لا في كذب، في كذب للاسف. انا عشت مراحل كتير مع الشباب. يعني انا رفقاتي درسوا، واللي بيشربوا خمر، واللي بيشربوا حشيش، واللي بيشربوا سجاير، واللي بيدرسوا، واللي خريجين، واللي بيسهروا، واللي بيقعدوا مع عيالهم، واللي عندهم اطفال. يعني انا عاشرت كل المجتمعات. طيب انتوا المشايخ كيف بدك تجيب الشباب اللي بتسهر وتفهموهم؟ بتلاقي مشايخنا كل الوقت بيطلعوا بنفس الحوارات وبالجامع. طب ما اللي راح على الجامع خلاص ده بيعرف ده خلاص هو وصل نحن المرحله بدنا اللي برا يا شيخ. انا بعرف الشباب بلشوا يتجوزوا بعض، والبنات بلشوا يتجوزوا بعض. لك وانا مالي لك محتاجين يا شيخ. لغه هم الشباب يفهموها، محتاجين تتكلم بلغه هم بيفهموها. يعني انت ما انت اطلعوا شوي من فكره النمطيه اللي عيشتونا فيها. ليش؟ لانه انتوا اللي بعدتوا الشباب. ما انا دائما عندي مشكلتين دائما بقولهم، انه نحن مشكلتنا كجيل، كوني انا عاشرت الجيل، يعني انا عاشرت الجيلين اللي هن ملتزمين، والجيل اللي خلاص ما في عندهم الله، ما في يعني ما عندهم حدود للدين، بيعملوا كل الحاجات وبيعملوا. ولقيت الجيل الثاني لا هلا بيكبر، ده اللي بيلعب على التيك توك وبيزت على حاله بيض ويعني خلاص الحياة راحت صرنا بزمن التفاهة. طب شو المشكلة؟ هل هن بس السيئين اللي خلونا نوصل لزمن التفاهة؟ لا، كمان بصراحة مشايخنا ودراستنا وعلمنا نحن كيف عم يوصلنا. فلا لازم نحن نفكر نشتغل على الموضوع ده. ايه، بس نشتغل بما يناسبنا نحن الجيل. طب انا اليوم عم لكم انا كشاب بعرف شلون عم خاطب الجيل، قدمت لهم كتاب يعني بيشبههم، لاني انا بشبههم، انا عشت كل مراحلهم. فلقيت مشكلتنا بعد البحث انه نحن فقط اخذين دين موروث، بعدنا عن الاله الحقيقي، بعدنا عن الوجدانيه، انه انت تكوني قاعده وتشعري بانه رب العالمين معك بكل لحظه. صح. ولقيت في سطحيه بكل شيء، حتى بقراءه القران. يعني انت اليوم كل العالم تجي بتعطيكي مسبحه، يلا قولي استغفر الله 6 مرات وليك بيت بالجنه. واسرائيل بتقوم بتعمل صواريخ وبتنزل فينا وبتنزل. يا طب نحن عايزين دين وعلم. صح. لا، العلم للكفار. نحن هم بيصنعوا الطياره ونحن بنصنع دعاء السفر. طيب لان احنا محتاجين ان احنا نبقى اقوياء ومتعلمين جدا عشان نقدر. رب العالمين بيقول لك يعني، وحتى في يعني نحن بديننا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما العلم قوه والتطور قوه، فليش انتم اخذين لهم؟ ففقت فجاه هيك كنت بعزلتي، بلشت ابحث بقى عن الاله الحقيقي اللي انا لازم اشعر فيه. لقيت مكاتب فيها آلاف الكتب بتدلك على رب العالمين. لك ليه؟ نحن تركنا القرآن هلا انت بس لو يخطر لك بدك تتعلمي دين،
حتلاقي حالك وقعتي بين 70 كتاب و70 منهج، والشافعي والحنبلي والمالكي لك طب ما خلاص في كتاب واحد ورب العالمين صريح معنا، ليش ليش تشتتونا؟ وكل شيخ وكل واحد له رأي وكل واحد وهذا بيقول لك لا الوضوء كده غلط، وده بالمنهج بالشافعي شيء والحنبلي شيء والمالكي شيء، وبعدين نفس الشيوخ بالسنة والشيعة والسلفي كله خلص، كله نحن الكل عنا رسالة واحدة ورب واحد. فلقيت لا في معضلة عن جد من وراء الدين. اكتشفت شغلات كتير بهي الحياة خلتني بلش عيد نظرتي بهي الحياة. وطلع على فكرة كود الحياة اللي كنت عامل لك اياها من يعني 2003 يعني خلينا نقول من 3 سنين. يعني انا خلي عمري كان لما توفت امي وابي 32، هلا 35. هل 3 سنين في شفرة جديدة عم ماشي فيها، نقطة تحول بالنسبة لي. خلاص لانه يعني قلتها بكتابي، اصعب شيء تصير تشوف وعقلك بعد الألم ضوى وما عاد يهمك كلام وحروف، وتصير تشوف البشر من جوا، بتصير تشوف الشغلات بطريقة تانية، بتفتح لك البصيرة بقى. ما عاد يهمك النظر والسمع، لأنه النظر والسمع هن اللي عم يسيطروا علينا لخلونا قطيع. قسمونا سياسات وقسمونا بطوائف وخلونا نفوت ببعض، وهن عم يتطوروا ويحتلونا وكل مالهم بيكبروا، ونحن لسه سني وشيعي وعلي وعمر أنا شو بدي بعمر وعلي إذا بيحبوا بعض أيام زمان. هن كلهم أحسن مني. أيوة. بس خلينا نعيش هلا، خلينا نتطور وننهض بأمتنا لحتى نقدر نحارب ونقدر ننقذ حالنا وننقذ الجيل. فصرت شوف حتى بالأديان في مشاكل كتير كبيرة، بس هل يعقل أو هل حد يتجرأ يطلع يحكي؟ حتلاقي لا. ليش؟ لأنه يا هن خايفين يا خلاص يعني. طيب لو ممكن المشايخ ممكن يكونوا يعني قادرين يعملوا الدور ده، هل انت شايف ان الناس برضو المفروض على السوشيال ميديا المتعلمين اللي عندهم فولورز كتير يكون ليهم دور في الموضوع ده؟ لا، مع بعض. ما هو أنا دائما قلت بأغنية تفكر، الدين والعلم ثقافة ترفع. ما فيك تفصل لي الشيخ عن العلم أو تجيب حدا علماني يحكي علم، لأنه القرآن يدلك على العلم، والعلم يدلك على القرآن، والعلم القرآن الدين يدلك على العلم، والعلم يدلك على الدين، والدين يدلك على الله، والعلم يدلك على الله. يعني هو كل الأشياء مربوطة بإله. لا. هو صنع هي خلينا نقول هي المنظومة. فما فيك تفصل لي تقول لي لا أنا بستغفر وأنا بتمشي أموري. ما خلونا أمي داعية، منروح منضل منوقف قدام الكعبة ويا رب يا رب انصر فلسطين. ما حينصرها يا أخي، صار له 100 سنة ما حينصرها ولا بيقولوا لك شو ما عم يسمعنا؟ لك مو ما عم يسمعكم، لأنه مو هذا المطلوب. ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. إن كان السعي سيء رح ينشاف، وإن كان صحيح حينشاف. ليش؟ لك مشان هيك في نهاية، في يوم حساب. فأنت معناتها نحن مسيرين وليس عفوا مخيرين وليس مسيرين. نقول لك لا الإنسان مسير، أنا هذا خلاص ده نصيبي. لك ليه؟ ما أسمى شيء رب العالمين أعطانا هي حريتنا. حتى بإلحادك وبكفرك ولا بإيمانك ولا بعلمك كله أنت حرة. لكم دينكم ولي دين. ففيك أنت تبحثي بهي الدنيا، فيك تبذلي كل مجهودك للشر وراح يقول لك رب العالمين روحي. وفيك تبذلي للخير وراح يقول لك روحي. إن سعيه سوف يرى. يعني أنت من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يعني هو كل الأشياء اللي حتعمليها بالأرض فعالة، لأنه في يوم حساب. روحوا واعملوا شو ما شئتم في هذا الأرض لكم الرجعة. فنحن الأشياء اللي هلأ عم نفعلها بالأرض هل هي كافية لحتى نقول والله ليش نحن هيك جيلنا؟ لأنه فيها بقى بدها بحث، هي بدها حلقات. يعني أنا مش أنا هلأ بعمل كتاب تاني اسمه سطح عميق، بده 2026 شارح فيه بشكل يمكن مقدم حلول لمشايخنا وعلمائنا. تعالوا نجتمع نغير نظرتنا، لأنه خلص الجيل فلت من إيدينكم. ما عاد يسمعكم. صح. هلا حطي أي شيخ ملتحي
وقعد اي حد من الجيل الجديد بيقول له اسمعوا حيقلب صح. ما في يعني في عندك مصطفى حسني مو ملتحي وليس بس الشباب بتحب تسمعه، بتحبه. احمد الشقيري عمل شغلات كتير حلوه. في عندك ماهر الزين بيغني وبيستخدم موسيقى، حرموا الموسيقى وحرموا الصور. مره شيخ انا حضرت له مقابله عم يقول ان الكاميرا حرام والمصور حرام. عامل المصور اللي عم يصوره بالرجل اعمل ايه روح فين؟ انا عم صوره. ايوه صح. طب هاي الخزعبلات اللي مليتونا فيها نحن، هو مشان هيك نحن فشلنا، مشان هيك قسمتونا سنة وشيعة وعلوي وسني وهذا شافعي وحنبلي. لك يا أخي ما أكيد هي شغلات من برا. روح اسألي أي حدا برا بيقولي له عمار وعلي وبيقول لك أنا ماليش دعوة، أنا حبني وطني وحتطور والعلاقة مع الإله حاجة شخصية. إنما الأعمال بالنيات. أنا شو بدك شو علق شايفتيني؟ يمكن كل كلامي هذا رياء. أنا رب العالمين بياخذ النوايا وحيحاسبنا عن النوايا. مشان هيك ما في ظلم بالأرض. اعملوا ما شئتم، كل واحد رح يكون بيعرف بقى نوايا. أنا بحب دعوة دائما أدعيها لأي حدا بقول له الله يرزقك أو الله يعطيك على قد نيتك. أيوة. فإذا شفتي اعمل هيك فهمت أنا دلوقتي. فأنا بدي الله يعطيك على قد نيتك. أيوة. فإذا كانت نيته طيبة هو لحاله حيقول لك آمين يا رب، لأنه بيعرف النية الطيبة. ودائما صاحب النية الطيبة هيك لا يبحث على التبجيل الناس واحترامهم. لا هو واثق في نفسه، واثق بنفسه، بيعرف انا عملت هيك. لو بتقولي ده كذاب وحش انا وحش عادي، المهم الله عرفان. ايوه صح. بس يكون عندك يقين بالاله الحقيقي اللي عم بحكي لك عنه، مو الاله اللي عم يروجوا له صار لهم سنوات وعمر انه هو بس بده خلقنا بس ليعذبنا كل شيء محرم. ليه؟ لا طبعا علشان نضل نحن أمة داعية وأمة عايشين في خوف خلاص دائما الغرب مسيطر علينا. فأكيد مو رب العالمين اللي حط هاي الشروط، أكيد هن اللي حكموا من أيام زمان. إذا بتبحثوا بالتاريخ هتشوفوا حلول، هتشوفوا مشاكل كتير صارت. يعني ملك هي محتاجة حلقات. فتخيلي قصدي وين رايح أنا بهي الحياة يعني. بس خبر حلو يعني إن أنت بتعمل كتاب تاني، دي حاجة حلوة أوي. بعمل بقى بعد لا تكن عشوائيا بلشت يعني لا تكن عشوائيا. الجيل اللي عم يسمعني خلصت يعني تعود على اسماعيل بالبودكاست، اعطيتهم كتاب خلص صار مثل طلعنا بمرحله وعي جديده مع بعض. فهلا قادر لسه بحر لهم بعمق اكثر. ما كان فيني دغري نزل كتاب سطح عميق. أوكي. كان لازم تبدا تمهيد بفكره تعالوا لنعرف نحن مين، مشاعرنا نحن مكونين من شو، من عقل ونوايا وجسد وعواطف ومحيط وصداقات وعائلة وأسرة وعمل ورزق والإله خلاص فهمنا الدنيا ماشية شلون، مش ماشية ازاي. بعدين تعوا بقى نفكر بالأشياء الأعمق بأعمق شوي. فحيلاقوا حالهم مشوا معي صح فيه. هلا بعمل بكل كتاب بعمله انا باخذ سنه بقى بحث وبحضر لقاءات وندوات ولدكاتره وبقرا كتب. هلا يعني صرت قاري تقريبا فوق ال 30 كتاب يتكلم عن هي الاشياء اللي عشان تطلع لنا بملخص اللي انت قريته كله من ابحاث، بحيث الشباب يبقى سهل عليهم ان هم يوصلوا. بصراحه ما حضيع لهم وقتهم. يعني حيكون كتاب مثل ما بيقولوا السهم بيصيب خلاص، يعني اللي بدي يقوله حيوصل. علشان محتاجين احنا جيلنا عن جد بعد هذا التشتت اللي عايشينه حدا يعطيهم الزبده الخلاصه بقى. لانك ليك متابعين كتير يا اسماعيل، وان انت كلامك بيأثر فيهم. في تجربة كده أنا عارفة إن أنت اتكلمت عليها كتير، بس أنا حابة إن احنا نتكلم عليها علشان لو في حد حاسس بنفس الإحساس أو الضعف اللي أنت كنت حاسه في وقتها، يعني يعرف أنت إزاي خرجت من الحاجة دي وإزاي أنقذت نفسك. التجربة بتاعت الانتحار يعني عايز أعرف وقت الضعف ده أنت حسيت بإيه وإيه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده؟ فكرة الانتحار مقسومة لقسمين. في ناس بتفكر يعني بتبقى قاعدة وبتفكر تنتحر، وفي ناس رايحة تنتحر وده شتان بين الاثنين. يعني
لما تفكري تنتحري يعني انت يأسانة والله انا عايز اموت ويا ريت موت وانا وعن جد بتفكري بدك تنتحري وتخلصي من الحياة، بس انت لساتك عم تفكري، فممكن ثانية جبن تخليكي تجبني هيك، يصير في تكوني جبانة وما تنتحري. اما اللي رايح ينتحر خلاص هذا اخذ القرار. فترة الانتحار كانت بمعركة بيني يعني بعد ما توفت امي خلاص، لانه انا حدا قلت لك كثير عاطفي، فاكيد اللي بده يفكروا ينتحروا اكيد ما حينتحروا لانه انتزعت عربيتهم ولا خسروا فلوسهم. لا، انا اعتقد دائما عم تكون بعد تجربة يا فقدان يا تجربة خذلان قوية. بس 90% او 99.9% من اللي بيفكروا بالانتحار هم اشخاص عاطفيين جدا. يعني سيطرت عليهم عواطفهم بالحزن، فهم فقدوا الشغف في هي الحياة، بيقول لك خلاص أنا بدي روح. فالمرحلة اللي وصلت لها أنا بعد الوفاة كنت لا خيار يعني صريح واضح. أنا صرت أشوف إنه شو الطرق بقى، أرمي نفسي من البلكونة، ولا مثلا أنا وعم بدفن أمي كان معي شفرة وحطيتها في جيبتي، فقلت إنه لما بدفنها تتموت نفسك، حموت نفسي فوقها مشان ندفن بنفس المكان. ففجأة بلاقي نفسي لما بخلصنا يعني لما نزلناها الله يرحمها بحط ايدي على فتحت السحاب ما لقيتش الشفرة. والله لليوم بقول ده معجزة والله العظيم. والله معجزة، وبحثت عنها وهي دي أنا يمكن بتكلم عليها دلوقتي يعني بحكيها هلا كأني موضوع عادي، بس أنا قبل طبعا بالنسبة لك حاجة كان عندي موضوع بحث إنه شلون ممكن هيك، وسألت ولقيت إنه لا، يعني رب العالمين لما بده يعطي الإنسان حياة جديدة أو فعنده بقى أمور ما بدك تتدخلي، صح، خصوصا لما تكوني ناوي إن أنا آخذ شفرة لموت خلاص ورب العالمين مش عايزني موت. فبقى هون أنت ما تتدخلي ولا تبحثي. يعني أنا مسكر شو بتقولوا السحاب أنتوا السحاب الجيب يعني مش جيب مفتوح، لا يعني أنا حطيتها وسكرت وقافل عليه. طب بفتح وبدور وأنا فوق والدنيا مطر وبعدين طلعوني وإنه لا خلاص لازم تكب عليها التراب. فأنت قلت دي اللحظة فأنا كنت ضايع بوقتها، بس رحت على البيت برجع بدور ما لقيتها. فهي أول شيء مرحلة قلة إيمان. انتبهي، لأنه هن كل عمري أنا عايش مع بحضر مشايخ، يعني أنا حاجج، يعني أنا رايح على الحج وكنت حدا ملتزم لسه أكتر يعني متعصب للدين. فبكل المشايخ اللي كنت بسمع لها إنه هي الله اللي هو بس بده يعذبنا والشغلات اللي بتجي تحت القبر والحاجات السوداء دي، فأقل شيء انتحر يعني شو الحياة دي. فأول شيء رسالتي لأي حد بيفكر أو حاسس بهذا الضعف هي بده يكون ما في ربط صحيح مع إله. هو ما في، لأنه حتى مرض نفسي ما في. المؤمن الصحيح اللي عنده يقين ما بيصير عنده مرض نفسي. أنا مع أنه أنا شخصوني بعد وفاة أمي بايبولر وBTSD اضطراب ما بعد الصدمة. بايبولر اللي هو بيسموه بالعربي ثنائي القطب، يعني انه يوم بيفرح يوم بيحزن، ساعة بيفرح ساعة. لما بتوصلي لليقين بالإله والله العظيم كل الحاجات دي بتروح لأنه أنت بصير عندك يقين بأنه في إله عادل. ماما راحت لمكان أنا بعرف ماما قديش نواياها طيبة وقديش، فأنا عرفت إنه هي لا ما فيش حاجة بعد الموت. هي حتغمض وتفيق تلاقي الحساب، صح. ما في حد اجى من الموت وقال لك والله انا والله لما متي والله يعني فبلشت ابحث بمرحله الانتحار على هدول الشغلات. وبلشت اسال ربي، يعني انه انت رب العالمين انت بتعرفني حموت، يعني انا انقذتني من الشفره بس انا حنط من الشباك يعني. فيا بين لي انت مين، وانت قدرت تشق لسيدنا موسى البحر وعملت المعجزات، فأنا مش عايز معجزات، أنا بس عايز حسسني إنك موجود. يعني لو أنا حسيت هلا إنه في الله خلاص
تاني يوم تغيرت الحياة بالنسبة لي. يعني دي كانت مرحلة فظيعة بفكرة إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وأني أقرب إليه من حبل الوريد. فأنت دائما رب العالمين معك. بس قديش عنا يقين بالدعاء، قديش عنا يقين إنه هو موجود، قديش عنا يقين إنه هو حيسمعنا. بقول لك أنا عم حسن ظن عبادي بي، يعني أنت لما بدك تظني إنه هو سيء فهو حيكون معك سيء. أنت هيك ظنك فيه. لما بدك تظني فيه خير فهو خير. يعني اليوم أنا طفلي ما بقدر أذي، هو طفلي وأنا بشر، أنا مخلوق من بشر. رب العالمين يعني ما في شيء بيشبه برحمته بمغفرته. فما فينا نفهم كمية الرحمة اللي عنده لعباده اللي هو نحن عباده. فأكيد أكيد أكيد هي بمكان أحسن من الدنيا. فهي أول شيء ريحني. تاني شيء حسيت بأشياء للأسف أنا شرحتها بكتاب لا تكن عشوائي. قلت لهم أعظم شيء بالحياة ممكن تشعروا فيه هو معرفة الإله أو الشعور فيه. بس مشكلته إنه ما فيني أوصف لك إياه. مثل الوجع. يعني هلا أنا لو باكل ألم، لو باكل كف، هلا بقول لك حاسة بوجعي بتقولي لي لا. فشعورك بالإله هو شعور، هو سكينة، هو طمأنينة، هو أشياء. يعني كأنه قديش قلت لك كان في حزن وكان في بدي انتحر وأنا ما بدي حياة كلها تبدلت بثانية. والله العظيم بثانية. لما طلبته، لما قلت له يا رب لو أنت موجود أنت عارفني. يعني هلا لو حد قدامي حقول له حينتحر حيقولوا لا مجنون ممكن، أنت عارفني إنه حنط، أنت عارف دواخلي فأنقذني أو أنا مش عايز أكمل. يعني أنت بتنصح أي حد حاسس بالضعف ووصل للنقطة دي يبحث عن إيمانه. إيمانه بده يكون فيه خلل. ليش؟ لأنه هي الحياة رحلة وأنا حلحقها يعني، وأنا حموت بعدها. بالعكس ما عندي وقت إني أنا أعيش لحتى أبعث له حسنات يعني بحست بالموت أكتر بطريقة. لقيت إن الحياة مفيدة أكتر لمامتك، إن أنت هتزود لها حسنات. إذا مات ابن آدم انقطعت أعماله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. بلشت تقول معناتها أنا ليه زعلان أو ليش بدي روح؟ ما أنا قادر لسه، مو بحبها. أنا ما يعني أنا بحب أمي بطريقة ما فيني أوصف لك بصراحة. ما فيني. أنا وصلت لمرحلة ما عاد أحكي عن حبي إلها، لأنه بعتبر هو شيء خاص فيني بقى. ما عاد قلت لا هي ورايحة. خليني أنا عم بحكيكي للأشخاص اللي هلا عندهم حالة وفاة. أكيد 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 أكتر حد أو أكتر حدا بيوصل لمرحلة الانتحار هو الحدا اللي بيقول لك أنا فقدت بقى حدا غالي عليه، ابنه، أمه، مرته، حبيبته. أصعب تجربة. هي أصعب تجربة في الحياة، لأنه ما عاد في رجعة. أيوة. لو أنت زعلتيني أنا بصالحك. الموت فظيع. رب العالمين عطانا يا دائما درس. وكنت دائما نشوفه لهذا الدرس لكن بعيد. لما دخل بيتنا غير فما في شيء بيوصفه. فأي حد هلا بيعيش تجربة الموت الفقد، أنت فكر إنه أنت لسه عندك مرحلة. لما يعني نحن دائما عنا بالسوري بنقول اللي خلف ما مات. ما بعرف إذا عندكم يا المثل. لا عندنا هو. يعني شلون اللي خلف ما مات؟ يعني يعني ماما ما ماتت، هي خلفت بقى نحن عملها الصالح بالأرض. فنحن لسه بنعطيها خيرات وهي حتشوف الخيرات هو. فلقيته موضوع معناته رب العالمين هذا عطاه للبشر انه اوبشن ربنا مديهولنا لازم نستخدمه. فقلت لحالي معناتها هي اول شغله حلوه. بلشت تروح والله وين في دار ايتام، وين في كذا. لقيت حالي بعمل بقى الخيرات دول. بعدين مثلا عملت اللي بيفتحوا بير بافريقيا، بيار مي للناس اللي بافريقيا. بعدين سألت على فكرة العلم ينتفع به. لقيت حالي معناتها قادر أعمل كتاب أساعد فيه كل الأشخاص اللي عم تعيش حالة تشتت وحالة مش ما في حدا بيحكي مع الشباب. يعني اليوم اللي على السوشيال ميديا حتلاقي حدا بينط وحدا بيرقص وحدا بيقول والله شفت. خصوصا هلأ الحياة صارت هذا بيتجوز بنت بيروح بيجيب لها سيارات. فبتلاقي واحد معتر راتبه 10,000 جنيه رايح يتجوز، تقول له أنت جايب لي وردة، روح شوف فلان شو جاب له لمرته على. وبعد شهرين بيتطلقوا.
فالحياة صارت كلها مادية جدا، مادية وسيئة، وما حدا فهمان شعور التاني، والناس عايشة بقى مفيش أي حاجة بتغذي الروح، يعني كله ما فلا تعالوا بقى لأعطيكم كتاب يغذي الروح شوية. ايه خلاص هذا التشتت اللي عايشينه بعد، وهذا الغشاء، طفوا موبايلاتكم وعيشوا مع كتابي. وأنا عارف إنه هذا علم ينتفع به أي إنسان أراه، لأنه صدقة جارية على روح أمي وأبي، وليس كتاب عادي. لا، وليس كتاب قصدي. يعني اليوم لما رحت في يعني هلا عملوا له مناقشة بالكويت بفلاسفة وعلماء بعلم النفس، يعني أساتذة بعلم النفس، عملوا له بنادي القراء جلسات ليفهموا قديش فيه أشياء وجدانية مهمة لهذا الجيل. فيعني عم بسمع أنا هلا ما بحب أحكي عنه، بحب اللي أروه يحكوا عنه. فقالوا إنه هذا الكتاب هو من نوعية الكتب اللي يعني بتصيب الجيل المراهق صح وبتعطيهم الصح. وقالوا لي إنه هذا كان بيطلع منه 4 كتب فعلا. يعني أنت كان فيك تعمل تقسمه 4 كتب. أنا عاملة لك مفاجأة، أنا أصلا اشتريت الكتاب. جبتيه؟ بصوا كتاب لا تكل تحفة. أنا أول ما شفت الستوري عندك لسه ما خلصتوش بس أول ما شفت الستوري عندك إن أنت بقى بيتباع في مصر، لأن أنت هو بيتباع في كذا دولة. هو صار هلا إن شاء الله بكل الدول، صار بكل الدول. فلما شفته إن هو بقى في مصر يعني طلبته، جالي في نفس اليوم. بس هو بصراحة خطير وممتع. ممكن بقى تكلمنا عنه بدل ما احنا فتحنا في موضوع الكتاب، كلمنا عنه فهو أكتر. هي يعني حتى هو الكتاب هو طلعني من فكرة الإلحاد، وطلعني من فكرة الانتحار لأي حد حاسس، يعني لأي حد حاسس بتشتت، بضياع، بده ينتحر، بكآبة، عم يروح لدكاترة دكاترة نفسية بياخذوا حبوب. أنا كنت أخذ الأسترال وليريكا وفي 4 أنواع يعني. فأنا بنصحكم من حدا عنده تجربة، وقفوا كل الحبوب، وقفوا تروحوا عند دكاترة، لأنه الدكاترة بتبنج الوجع، ما بتحل. وبلشوا بكتابي، يعني هذا الكتاب الأول، ومن بعد كتابي يعني روحوا لرحلة البحث بهي الحياة، حتلاقوا حالكم أنتوا تصالحتوا مع نفسكم وحليتوا نفسكم من جوا. لأنه نحن مشاكلنا النفسية أنه ما بنعرف نفسنا هو اللي اللي بيزعلها وايه اللي بيفرحها. فالحل لحتى نختم فكرة انه شو بنصحهم اللي عم يشوفونا، الحل بكتاب لا تكن عشوائي، لانه فيه ضخ عطاء كبير من شخص عم يقدم هذا الشيء لروح امه وابوه، وليس تجاري ابدا. اخذ مني رحلة بحث لحتى اعطيتكم الزبدة، الخلاصة، الملخص. الكتاب بصراحة هو يخاطب الإنسان من الداخل بعيدا عن كل شيء مادي. يفتح لأي قارئ آفاق جديدة. ما بيحدد لك إنه أنت لازم تلحقيني أنا شو فكر، لا، أنا بعطيك النقاط، بدلك على أشياء ما حدا عم يدلك عليها. أعتقد هو كتاب صريح أكتر للمراهقين. أوكي. ليش؟ لأنه مو يعني أنت ما حيفيدك، أنت حيفتح لك آفاق كونك أنت خطيتي مرحلة المراهقة، بس لكن أنت عندك يمكن عندك لسه مشاكل نفسية أنت بنفسك ما قادرة تتخطيها، فقادر يعطيك حلول. لكن الشاب المراهق، خلينا نقول من عمر 20 لل 25 أو 18 لل 27 لل 30، هي المرحلة اللي هي بيكون بقى عنده شغف بهي الحياة، فالدنيا سارقته. واللي عم يسيطروا علينا بهذا الزمن بدهم اياه، بدهم المراهق. فهن عم يعطوه الحاجات اللي بقى شو، انه انت حتروح تشتغل 12 ساعة علشان تاخد 10,000 جنيه، لا، تعال ارقص وكب على حالك بيض وزت وحنديك 10,000 دولار و5,000 دولار، وده خلي مرتك تطلع ترقص، وده يعني هن عرفانين يسحبوا الجيل وعرفانين يبسوا السم بالأغاني، بالكليبات، بالمسلسلات، بالسوشيال ميديا. بيكرموا التافهين وبيوقعوا القدوات، بيكرموا الأشياء التافهة، وبيخلوا أي حد عنده رسالة بيدفنوه يعني. فكل الحرب اللي بنواجهها نحن شبابنا، أعطيتكم الحل بكتاب. نطفي موبايلاتنا ساعة كل يوم،
وتعيشوا رحلة الغوص مع الأشياء الوجدانية. فأنا كونت الإنسان، عملته قصر، وداخل هذا القصر يوجد 9 غرف بالترتيب، ندخل غرفة غرفة ومنرتبها. فالغرف ال9 موجودين فيني وفيكي وبالأخ وبكل الناس. يعني ما في غرفة مش موجودة عندك. يعني في غرفة الأولى مثلا العلاقة مع الإله، أنت لازم تتخلصي بقى من الصراع ده. أنت بتاخدي إلهك من الموروثات، من الأشياء الموروثة، ولا بتشعري بوجوده؟ فبعطيك الحلول. أنت كيف بدك تشعري؟ طب أنت كيف بدك تقولي لي أنا الله كيف بتخيله لرب العالمين؟ كيف بشعر فيه؟ طب كيف بدعي له؟ هل هو بيستجيب لي؟ هل هي الأسئلة اللي جواتك نحن حنحلها، بس مو حنحلها مثل المشايخ انه ما حاديكي انا سنة تمشي عليها. لا، انا حاديكي اشياء وجدانية، حاشتغل معك من جوا، حتلاقي نفسك مرتاحة بعلاقتك مع الاله. وانت بتختك وفاتحه الكتاب حتقولي انا حسيت باللي انت بتقوله. في ناس بتبعت لي على انستغرام والله مش مصدقه، بتقول لي انا صرت ابكي، وبس مو بخوف. قالت لي انا اول كتاب انا قديش بسمع عالم عم تحكي عن الله والدين، اول حد بيتكلمني عن الله بحبه. قلت له ما ده الصح، ما لازم نحبه. انا الله اذا بدك تحطي خوفي ولا حبي له، بقول لك لا، حبي له اكثر من خوفي. يعني انا بحبه اكثر ما اخاف منه. انا ابني لو بده يخاف مني حيروح يدخن من ورا ظهري. لو حيحبني حيقول لي لا بابا حيزعل، فانا مش حاعمل الحاجه دي لانه حيزعله. فانا مثلا لما بطلت اشرب مش خوف بس من اله، لا انا ما بدي زعله، حبا فيه. هو قال لي مثلا انت امشي بالارض ما تعمل الحاجه دي بتزعلني، فلا خليني حابه. فالعلاقه الحب اقوى مثل بكتير الشمس من الخوف. التبريزي، مثل الحب اقوى من الخوف طول عمره. كتاب هو الحب اصلا اقوى من الخوف، واقوى من كل شيء بالحياه. لانه بالحب بتقدري تسيطري على كل الناس لو حبوكي. فلا، هو اله واحد، خلينا نحبه بالطريقه اللي شرحت لكم عليها بالكتاب. حتلاقي حالك انت حبيه بطريقتك، انسي طريقتي، لا بس انا حقدر وصلك. وبقول لك تعالي نطلع من هاي الغرفه الاولى. وليه سويت الغرفه الاولى؟ لانه كل شيء بهي الحياه لازم مرتبط بالله. هي مشكله الكتب اللي انا قريتها، اللي هي مثلا ذا سيكريت، ولا قواعد، ولا القاعده الثامنه، ولا العادات السبع، ولا العاده الثامنه، العادات السبع الاكثر فعاليه، الاب الغني والاب الفقير. كل الكتب اللي بتنمي الذات في فصل عن الاله بشكل غريب. وحتى هاي خلتني ابحث انه ليش نحن تصدرت لنا كتب علم نفس وتنميه وما في اله. كل الحياة، حتى روحي على السوشيال ميديا حتلاقي كل حدا بيقول لك يو كان، انت تقدر، انت قوي، لك كله كأنه انت. فصلونا عن اله. لا، في اله لو كان معك انت حيحرك لك الجبال معك. فبقول لك خلينا نخلص من هاي القاعدة. المهم رتب علاقتك مع الاله، كون راضي عنه. هو الله بده يعني نغلط على فكرة، لو ما بده يعني نغلط كان بعتنا ملائكة على الارض. هو الله عايزني اغلط علشان اتوب واستغفر. والاستغفار مش زي الاشياء اللي حكونا عنها، يعني اقعد اقول استغفر من جوا. انت هل تتألم من شيء عملته من جوا؟ عواطفك هي هذا هو الاستغفار، هو الشعور بالذنب من جوا. ففي شغلات عميقة لازم نحن نبحث لها غير الاشياء المكتوبة. فبقول لك بس خلصتي هي العلاقة مع الاله، صالحتي بينك وبينه، خلاص فهمتي وصرتي تحسي، نخرج من هذه الغرفة ندخل إلى الغرفة الثانية، واللي هي بيقول لك أعمق مكان بالإنسان، واللي هي النية. فبغرفة النية بيقول لك النية مقسومة لقسمين، في النية الدنيوية وفي النية السماوية الخالصة. فأنت شو نيتك بالأرض بكل شيء؟ حتى لما تقولي أنا عايزة أنشهر، عايزة تنشهري وتجيبي فلوس وتجيبي، ولا عايزة أنشهر عشان أفيد؟ هي الشعرة حتفيدك بكتير وحتغير كتير، بس هل الناس بتعرف هاي الأشياء؟ أنا عم بحكيكم عن تجربة، مو حدا بيتفلسف بيطلع بس إنه شوفوني أنا عامل كتاب. لا، أنا كل حاجة كل شغلة مكتوبة عشتها ومجربة، وبقول لك حتحصل لك. حتى بقول لك أنا كان هنيئا لي تفعيل قانون الفراشة، كما سيكون هنيئا لك بعد قراءتك هذا الكتاب صوتا وفعلا وشعورا. انت بلشي فهمي انه هذا الانسان كان
وصل للإلحاد وللانكسار، وتوفت أمه وتوفى أبوه وحس إنه الحياة سودة، وهلأ رجع وقف وعم يعمل كتاب وندوات وعم ينجح ونقل من اسطنبول لمصر وجاب عيلته وعنده ولدين وماشي حياته. طب تعال أخذ منه تجربته. ما نحن الناس لو بناخذ تجارب الناس ننفض. لو ما كل الأشياء بنتعلمها من كيسنا حنقلل خسارات. فالنية كتير ضرورية، لأنه هي رب العالمين هي اللي بيشوفها. فبقول لك صلح النبعة، نبعة النية بكل عمل تقوم فيه. حتى يا رب لما أنا طالع عم أقول يا رب رزقني ورايح على الشغل، لو كان نيتك يا رب ارزقني عشان أنا أساعد أهلي، ولا عشان أتجوز، مشان ما أروح للحرام، ولا كل الحاجات حتفرق. حيبعت لك أشخاص يساعدوك، حيوقف معاك، حتوقف. ولو أنا من الناس اللي بعترف أنا أحيانا بزعزع نيتي بتسكر معايا. والله العظيم والله العظيم مش ما أنا قلتها بغنية عصيان، أنا أولكم لكن الفرق إني بعترف. بجلد حالي على المراية أو جاعي بتنكشف. يعني فكرة ما أنا اليوم عم بحكي إنه أنا الملائكة، لا أنا عندي أغلاطي، فمشان هيك أنا بعرف إنه عنكم نفس الأغلاط. الفرق إن أنا بعترف بس. أنا عم بعترف لكم لأنه أنا فعليا حابب نتغير وحابب نلمس هاي الأشياء. فبقولكم النوايا لو صلحناها والله العظيم لتشوفوا معجزات، والله العظيم ورحمة ماما. لو كل إنسان الدنيا مسكرة معاه لو صلح بس غرفة تانية بالكتاب اللي هي النية وخلاها رايحة دائما لاتجاه الخير. يعني أنا اليوم نيتي بالنجاح لخير هتفرق كتير لو كانت نيتي فقط ذاتية. مو ضروري تكون لشر، انتبهي، بس ممكن تكون أنانية. أنا عايز انشهر عشان يجيني بنات وفلوس واسهر، هتلاقي مش ما عم تزبط. طب صلح النية هتلاقي زبطت. والعكس صحيح. أنا وياكي منقوم نعمل فعل معين أو نفتح مشروع، أنا وياكي بزنس، منك $5000 ومني $5000 وحنفتح المشروع ده. بروح أنا من وراكي بحاول بجيب، عم تلاقي فشل المشروع. ليش؟ لأنه في حدا من بيناتنا زعزع نيته وحش. طب نحن بنتكلم كتير بالنوايا ونسمع أيام زمان بس موضوع حقيقي. أحيانا موضوع حقيقي. رفيقتك بتوعى بتقولي ما هي من نيتها لأنه هي. طب كل الحاجات دي طب تعالوا نبحث فيها. مشان هيك نحن أمة أقرأ لا نقرأ. نحن بنحب الشيء السهل، مشان هيك الدين بنحب ناخده من شيخ. خلاص أعطيني يا شيخ وخلاص، ليش لا أقعد أبحث. فمشان هيك بقول لكم النية هي غرفة الثانية. بس صلحنا أنت زبطتي علاقتك مع الإله ويزبطت النية، بقول لك تعال ندخل للغرفة الثالثة، الذات. فهمي ذاتك، فهمي أنت من شو مكونة. بتفهمي بقى شو بدك من الحياة، شو محتاجة وشو لازم تعطي. تفهمي تركيبة داخلك انت، شلون بفرح شلون بزعل. فبقول لك كمان لازم كل انسان يعرف نفسه من شو مكون مشان يعرف حاله. لما قلتي مين اسماعيل، مشان اعرف لك مين اسماعيل. ما بتصيري اول شيء بعد ما تفهمي غرفة الذات انه ما عاد تسألي حد ايه رأيك فيني. انا ما بيهمني بصراحة. ليش؟ لانه انت رأيك بحالك هو اللي بيهمك. اما لما تكوني مو عارفه حالك بتضلك تسالي اي بنت بتعدي معها ايه رايك فيني، انت بتشوفيني ازاي. انت طب ليه؟ لانه بيكون انت من جوا مش عارفه انت مين. لما تعرفي حالك انت مين والله ما لو كل الناس حكت عنك اخر همك عن جد، مو اخر همك بس انت بتكوني محروقه بالبيت. في ناس تقول لا انا اخر همي، لكن لما تقعد لوحدها بتبكي وبتزعل. لا بيكون اخر همك عن جد لما تفهمي انت مين. ندخل على الغرفة اللي بعدها واللي هي العقل. العقل بيقول لك هو أساس اللي سيطروا علينا كل المنظومة دي من العقل. هي اللي بتخلي الملياردير يبقى ملياردير، والفقير يبقى فقير، والمشهور يبقى مشهور، والحاكم يبقى حاكم. هو ده اللي 14 رطل الهلامي اللي داخله فوق 180 مليون خلية مربوطة بخلايا الجسم وشغلة كنترول سيستم. فشلون هذا العقل احنا مخلينه سايب بقى، اللي خارج المعلومة اللي خارجة واللي داخله لا لازم يكون في جنود. تعرفي أنا شو عم شوف على السوشيال ميديا، شو عم بقرأ، شو عم ضيع وقتي، شو عم
مع الاشخاص اللي عم بقعد معهم، هل هن مثقفين، هل هم تعيسين، هل هم عم يعطوني طاقه سلبيه. كل الاشياء هي حتخليك انت توصلي لاماكن اعلى المستويات البشر او اوطى مستويات البشر من وراء هذا العقل. لانه اليوم هذا العقل يتغذى، بقول لك مثل الجسم محتاج بروتين، محتاج العقل محتاج تمليه بافكار ايجابيه، تطوريه بامور بتخص شغلك. يعني انت اللي مثلا عقلك، انت حدا بده يعمل بودكاست ولا مثلا عمل لك انا عايز مثلا انا حابب اعمل كتاب. طب انا عقلي عمل هذا وانا محتاج اعمل كتاب تاني. عقلي يعطاني مثلا 10% من الكتاب الثاني، انا عايز 90 لسه. ايوه برمجت مخك ان هو هيقدر يعمل ده. اول ما قلت له انا اقدر اعمل ده خلاص فعندك الحلول بقى، يلا نشتغل. حنعمل ايه؟ حنبحث عايزين ايه. يعني انا حبحث على ندوة الدكتور فلان الفلاني اللي بيتكلم على كذا واحضرها محاضرة، اخلص المحاضرة وادخل محاضرة تانية وابحث عن كتاب اللي بيتكلم عن العمق في كذا. فحددت انا عايز ايه لعقلي، فاعطيته، فتغذى، فحيديني اللي انت عايزه، هيوصلك للمكان اللي انت عايزه. انا لو عايز افتح محل ماركتينج، حروح اقعد سنة اغذي عقلي بالماركتينج، هي حتنجح ازاي وشو الريسك وشو الاشياء اللي حتفشلني ابعد عنها، حلاقي حالي نجحت بقيت في مكان تاني. ليش الغرب ليش الغرب بيتطوروا اكثر من العرب؟ لانه هن بيفكروا كتير وينفذوا بسرعه. نحن بننفذ نحن بنقعد مثلا بنفكر يومين ومننفذ سنتين. صح. بكل الهبه بصراحه نخليها. ما هن هي العقليه تبعهم، بس هن كشفوا سر الانسان وبلشوا يشتغلوا على العلم. تلاقي الطفل من هالقد عمره عم يعلموه يخترع. ليش؟ لانه عارفانين وده طفل. لو انا حبقى دائما انميه بتكنولوجيا هيطلع عالم، هيخترع فيسبوك. ليش ما في حدا عربي اخترع فيسبوك ولا اخترع انستغرام؟ دائما هن. ليش مع انه نحن كان عندنا ابن سينا والفارابي والرازي عنا كانوا هن بس قلبوا المنظومه. العرب خلونا نحن امه بس ناخذ منهم، وهن اللي عم يشتغلوا. بحس ان فعلا زي ما انت قلت كل حاجه بتتحدد على حسب طريقه تفكير الانسان. لما بيكون مبرمج مخه ان هو يفكر بطريقه معينه، طريقه ايجابيه، مرتب افكاره، بيوصل لاماكن كويسه. لما بيكون دايما بيغذي مخه بحاجات سلبيه ومش بيطور من نفسه، فعلا مش دايما بيوصل لحته حلوه. ايوه. وهلا يعني حتى يمكن حدا يسمعنا من الشباب المراهقين او الصبايا، يعني مو ضروري يكونوا سلبيه مثلا. هو مش عارف انه سلبي، بس مش عارف يطور من نفسه ازاي. بيقول لك طب شلون يعني انتم شلون عم تقولوا انه الواحد يحدد يبرمج مخه؟ يعني شلون؟ اعطيكم بغرفه الرابعه، غرفه العقل، شلون بيشتغل اصلا العقل؟ يعني هو شلون بيشتغل؟ انت عارفه انه العقل هو في فص اليميني والفص اليساري. اليميني اللي هو مسؤول عن الادراكيات، يعني 1 زائد 1 2. ده اسمه مايك، انا اسمي اسماعيل. ده نحن يعني الشغلات الحسيه الماديه. بقى الفص اليساري هو مسؤول عن الوجدانيات، بقى المشاعر، الحب، الحنان، العواطف، الحقد، البغض، الحب، الحنان، العلاقة مع الإله، العطف. كل الأشياء الوجدانية هذا بيشتغل فيها. طب نحن تبرمجنا على هذا الشق المادي، صفى أي شيء وجداني ما عم نشعر فيه. فصارت الإنسان، يعني صار الإنسان شو بيشوف على السوشيال ميديا، شو بيقعد، شو بيضيع وقته، فهو مش عارف إنه دي سيئة ولا. وبيقول لك هي الحياة يعني، فأنا ليش فاشل؟ طب ما أنت رجع يعني عندك وقت تاكل وتشرب وتشوف سوشيال ميديا. كنا عم نقول ساعة وساعتين، هذيك اليوم عملوا بحث قال فوق 7-8 ساعات في أشخاص بتضيع وقتها طب أنت 7 ساعات نوم، 7-8 ساعات سوشيال ميديا، وساعتين بين أكل وفتت حمام طب خلاص الحياة خلصت. يعني أنت عايش 30 سنة، 15 سنة سوشيال ميديا، و10 سنين نايم، و5 سنين عم تاكل وتفوت على الحمام يعني. طب انت امتى كان عندك
وقت تفكر بنفسك او بتفكر بالشغل بتقلي ما عندي. طب اللي عنده تطور، طب الانسان اللي عم تشوفه معه ملايين او عم ينجح او عم يقدم نجاحات وثروات هذا عم عنده وقت لا، اوعى تفكر كل الناس هيك يعني بالصدفه او بالحظ. لا، كل الاحلام وكل النجاحات، حكيت قبل مره، كل الاحلام والنجاحات بدات من هنا، من داخل غرفه العقل، لوحدك، بعيد عن الناس، بعيد عن اعين الناس. كل انسان، انت اليوم لما بدك تعملي هي الحلقه اكيد قعدتي لحالك وفكرتي انا حسأل ايه وحاعمل ايه وحجيب كاميرا ايه وهكلم مين لحتى وصلتي لتشكيل الحلقه. صح. وصيغي بقى هذا الحوار على كل الشغلات. لما دائما بدنا نكون متاخدين حتلاقوا حالكم مع القطيع، يعني نحن متاخدين، هن بيعملوا ترند يلا حنعمله، حيعملوا كذا حنعمل. طب وين التميز؟ فهي فكرة العقل فقط خدوا وقت، خدوا بريك من الحياة، وقفوا، ارجعوا عيدوا صياغة حياتكم، عيدوا شريط حياتكم. أنا فشلت ليش؟ وليش ما عم بنجح؟ وين وقتي عم يروح؟ مع مين عم بقعد؟ شو عم شوف؟ هل أنا عم بقرأ كتاب مفيد؟ هل عم بتعلم شغلة مفيدة بحياتي؟ هل حتلاقي حالك بلشت تلاقي الأشياء السيئة وتبلش تصلح. أما لما دائما بالعجقة وبين الناس وبين الصحاب وبين أنت ما عندك وقت تعرفي خطأك من صوابك. فدائما العزلة، مع أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقعد بغار حراء، كان يقعد يتفكر. حتى بالقرآن بيقول لك ألا تتفكرون ألا يعقلون ألا. يعني التفكر شيء عظيم. أقل شيء بتشغلوا بتشغلوا المحرك اللي رب العالمين هو عطانا. هاي أعظم شغلة بالحياة كرم فيها الإنسان هي عقله. وهي حريتك أنت. العقل هو أسمى مراحل الحرية. كل واحد عقله مريحه بتقول لك اصطفل فشلك أنت. أنا بحس ما في إنسان بالعالم فقير لأنه الله خلقه فقير بصراحة. أيوة. والله لو كان بيقاعد بمخيم. كم لاجئ سوري شفنا بمخيمات وبيوته رايحة وأهله وعائلته، بتلاقي بعد فترة بعتوه بعثة لأنه هو اخترع شيء داخل. هو رافض فكرة إنه يبقى ضعيف. فممكن بقول لك لو إنسان عايش بظروف سيئة ومجتمع سيء وعائلة شوي ضغط عليه وظروفه المادية سيئة حيتأخر عن الإنسان اللي بقى عائلته عطته يفوت على الجامعة ويتعلم. بس مش يعني مش حيوصل. مستحيل، والله مستحيل. والله لو بده يحفر الجبل بمعلقة حيوصل لمكان. أيوة. ففكرة قديش عندك إصرار إنك تمشي أصلاً بالرحلة هاي بتطلع من منطقة الراحة، لأنه الحياة مش جنة يعني ما لا مريحة أصلاً الحياة. أنت عندك فترات بريك للرياح وفيك ترتاح بأشياء تانية، فيك ترتاح بالعطاء يعني. صح. يعني في أشياء بتغذيك أنت، بتنسى مجهود الجسد. فهم نكون ختمنا أول 4 غرف. هلا ما رح أرجع أحكي عنهم الغرف لأنه أنا حاكي عنهم كتير، بس لكن دول ال4 غرف الأهم. أي أنا سميتهم القواعد ال4 اللي بنيت عليهم القصر. كل قصر قصر له قواعد، فدائما في 4 قواعد، 4 زوايا. هدول ال4 قواعد حيبنوا أي إنسان بالعالم. من بعد ليطلع يخرج بقى يشوف الأهل ويشوف بقى العلاقات وحاشتغل إيه وحاعمل إيه. وختام ال9 غرف آخر شيء حتلاقي نفسك خلصتي ال9 غرف بالقصر، حتطلعي للحديقة تبع القصر. فعملت شيء اسمه، هذا أنا أطروحة قدمتها، سميته قانون الفراشة. بدال ما نطارد فراشاتنا وتهرب، لا أنا حاعمل حديقتي وأزرع الزهور المناسبة وحجيب الفراشات لعندي وحقق أحلامي. قصدك يعني تقصد بيها أن الإنسان يقدر يحقق أحلامه لما يبقى هو جاهز ومحقق كل الحاجات اللي هو عايزها. هو القصر هو أنت، غرفك هي الدواخل اللي بالقصر اللي هي معارفك وعلاقتك مع الإله وعقلك طب خلصنا القصر. الحديقة اللي هي الدنيا. الفراشات اللي هي كل شيء نحتاجه، الأحلام، السعادة، الراحة، الصحة، الصديق الجيد، العمل الجيد،
كل شيء بدنا اياه هذا فراشات عم نطاردها. ان شاء الله انسان بيقول لي قلت مره بودكاست لو واحد شو الفراشات قال لي النسوان. هو بالنسبه قلت له حتى دي تعتبر حتى تصطفل يعني ده انت تعتبر انت لو عايز بنات كتير بحياتك ونسوان حتروح تتعلم ازاي تحب وتعشق المرأة وازاي المرأة تحب وحتتعلم شوية شعر وحتهتم بنفسك وبجسمك وبشكلك هم لو كان وحتروح على الأماكن اللي فيه نسوان وين بيقعدوا بالبار ده ولا بالسهرة دي يعني انت عايز ايه من الدنيا هتجيلك انت فانت رايح انت فكرت انه الفراشات هم نسوان روح. ايوه كل واحد يلي حيفكر انه فراشاته هو مال حيقدر حيبني حديقته بعلاقاته مع ناس اثرياء حيروح يفكر ويقرا بالكتب كيف يصبح غني كيف يحقق مشروع رابح كيف فحيحقق شروط حديقته حيبني الزهور اللي حيجلف فيها بقى الشركات اللي تقبل فيه والعروض حيلاقي حاله بدل ما يلحق الفراشات بلشت الفراشات تجي. فكل الحاجات اللي احنا محتاجينها في هاي الحياة هي فراشات. فانا اختصرت لك اياها انه بدل ما نطاردهم حلوه جدا يعني تعوا هي الاساس مشان هيك بتلاقي مكتوب لا تكن عشوائيا لتفعيل قانون الفراشة. وكلمة لتفعيل كمان عميقة. انا ما بحكي كلام سطحي. لتفعيل تختلف عن اللي نتكلم عن قانون. لا لتفعيله. أيوه. يعني انا فعلته وانتم قادرين تفعلوا. انا قادر لما اقول اصلا فعلته بالكتاب. يعني في واحد قال لي ايوه صح ما انت ده انت نفذت اللي انت عايزه. ايوه قال لي واحد قال لي يعني سبحان الله انت منفذه اصلا قانون فراشة بالكتاب. انت قلت صح. لما قلت انا بدي كتاب لما حروح لعند دار النشر واقول لهم انا عايز كتاب حيقولوا لي لا. يعني انت مش لكن انت اشتغلت على المشروع كله تمام 2 عزلة بنيت الحديقة بتاعي بعدين صار يجوني أكتر من دار نشر فاخترت دار سماء ويلي كان يعني الأقرب لفكري وحقق إنه صار يجيني فراشات صار يجيني دار تاني بدها تعمل كتاب ومعناتها النظرية ناجحة. لكن هل أنتوا عنكم إصرار وصبر؟ فهي فكرة الكتاب لا تكن عشوائيا ما له هو بس كتاب والله لحتى أقول أنا لا هو فعلا أنا عم بقول والله لأي شخص مكتئب متشتت حاسس بزعل حاسس بحزن مريض نفسي بعيد عن علاقته مع الإله بغض النظر بأي ديان كان مسيحي ولا مسلم ولا لازم يكون عندك ربط مع قوة. ما فيك تقول أنا ملحد وأنا أقدر أعمل كل مستحيل. حدا بيروح عند دكتور نفسي حدا بيتعالج ده حيكون علاج. والله العظيم هذا وعد يعني. لا خلاص رب العالمين حيحاسبني. لا رب حيحاسبني طبعا لو كنت بتكلم بس رياء لا. ولا والله بروج على لا اصلا ما شاء الله هو لا. عم يحقق نجاح ما شاء الله الحمد لله. فهيك خلصنا يعني الجزء بتاع الكتاب. معلش هسألك سؤال بقى. اسماعيل تمر السعادة بالنسبة لك ايه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده؟ هلا لكن انا مرة صرت احكي بهي الاشياء واحد قدامي قال لي انت بتعمل حالك مثالي. قلت له اذا الاشياء الطبيعيه شايفها فيني مثالي يعني تمام اوكي يعني دي الشغلات طبيعيه فانا مش ما حدا عم يشوف الحلقه يقول شو الانسان المثالي. لا بس بحس السعاده الحقيقيه اللي وصلت لها انا عم بحكيك طبعا كل شيء هلا بتكلم فيه بعد وفاه امي وابي. ما عشان كده انا قلت لك دلوقتي السعاده دلوقتي العطاء. أنا كل الأشياء اللي عم تسعدني هلأ لما أحس حالي إلي أثر بهي الأرض. يعني إلي ليكي قبل 2023 أو قبل مرضى أمي 2022 لما كان عمري 33 وقبل كانت عندي السعادة متراوحة بين طرفين يعني العطاء والأخذ. يعني أنا بدي كتير من الدنيا بدي انشهر وبدي مصاري وبدي الناس تحبني وبدي ألبس وبدي سافر وبدي شوف وبدي أعطي. بعد الوفاة صرت بس بدي أعطي لدرجة إنه يعني مراتي بتقلي يعني أنت مثلا يعني من فترة قالت لي أنت ما عندك تياب عندي تصوير مش مركز
قالت لي عندك تصوير؟ مدري شو عامل لي. قالت لي بدك تنزل على السوق. والله العظيم والله العظيم انا اسماعيل تمر. يعني في ناس تفكرني أيوة. عندي عربيات وفلوس، يعني الحمد لله مستوره يعني، بس انه والله ما عندي غير شوز واحد بوط واخده من صاحبي. يعني هو قال لي وقتها كنت عنده، قال لي ده بالصدفة يعني حتى اي، قال لي جايبه جديد. قلت له والله واخده، لبسته حبيته فحطيته بالبيت. انا بعد ما سافرت من تركيا لانه وزعت كل ثيابي، فما لي جايب كتير ثياب على مصر. فقالت لي انت نسيان حالك؟ قلت له مو نسيان يعني، بس ما عاد يهمني الشكل الخارجي، صرت اشتغل عن جوا كتير. قلت لي تمام، بس عايز جوا وبرا، يعني انسان يكون متوازن. فدلوقتي بحاول يعني لانه كمان صعب انك بس تعطي. طب ما فاقد الشيء لا يعطي. اذا ما حبيتي نفسك ما حتعطي محبه، واذا ما اعطيتي نفسك حتتعبي. بدك تعطي صحه، بدك تهتمي بصحتك وتلعبي الجيم ولا وتلبسي يعني علشان ما تقدري تعطي. فوصلت للاوفرا بهي يعني بهي الشغله بصراحه. انه صرت حس السعاده لما يكون إلي اثر بهي الارض اعطي. دلوقتي بحاول بروق يعني بوازن انه لا حاخد اكيد، بس اكيد مش درجه العطاء. لانه درجه العطاء خصوصا انا عندي اهل برقبتي وعندي ولدين وعندي مراتي. فلا الموضوع حلو وجميل يعني انك انت تشوفي هيك اولادك بقى بتنفذي لهم اشياءهم اللي بيحبوها وبافضل مدرسه وبيلبسوا احسن لبس وبياكلوا احسن اكل. فدول هي سعاده. رب العالمين يعني لما ياخذ منك اشياء احيانا حتحسي بالسعاده الحقيقيه. احيانا في ناس بتعيش مع قصور وفاقدين السعاده. ليش؟ لانه بدهم الدنيا. هن لسه عايزين، معهم مليون عايزين مليونين، معهم 5 بدهم 10، فما في راحه. صح. عندهم مليون على الانستغرام بده يعمل 10 لو فيك، وبيشتري وبيبقى مش وحابب تعليقات الناس، واذا ما علقوا له ما بينام. لا بس بطلعوا من هاي الشغلات، بس بحسوا عن الاشياء الوجدانيه حتفهموا انه السعاده الحقيقيه ببيتكم. صح والله ببيتكم. ما تطلعوا خطوه لخارج البيت. انتوا حققوا السعاده جوا، واصلا قبل البيت هو بيتك انت اللي هو نفسك. حققي السعاده من جوا. هل عندك رضا؟ هل عندك الرضا؟ لانه الرضا هو اول اشياء السعاده. انك تكوني راضيه بما قسمه رب العالمين لك، يعني خلاص. فهي ما عمل لك اذا حدا سمع بيقول لك شو هالانسان مثالي، مو مثاليه هي. في حدا ما بده يحب يعطي اولاده ومراته والناس الجمهور اللي بتحبه بيعطيهم. اوكي انتوا عم تشوفوا اغاني وتعطوني مشاهدات وحب، طب بدي بادلكم انا كمان بدي اعطيكم. فدائما صرت احس هلا السعاده هي بالعطاء. اصلا الاجانب حتى الملحدين والعلمانيين يعني اللي ما عم يحكوا دين، بالطب وبعلم النفس قالوا لك انه اللي بيعطي ترتفع الدوبامين عنده. صح. فمعناتها طب ليش نحن ما بنبحث بهدول الامور بنفهمها انه هي الحلول. في واحد اسمه الله يرحمه عبد الرحمن الصميط، حدا كويتي، اذا بتبحثي عنه هلا حتتفاجئي انه انا شلون ما بعرف هيك انسان. ما حدا ضوى عليه. عاش حياته بافريقيا عم يساعد الفقراء والمحتاجين، وبنى مساجد وبنى جامعات وبير ونفط وعمل وساوى وملايين كب بافريقيا. مع انه الزلمه كان يقدر يعيش بالكويت بخدم وحشم وامراء، يعني امير مليونير هو. كل ثروته كبه بافريقيا هو ومراته. في مره كان بيدفش العربيه تاعه بيزقها هو ومرته، وقت عطلت يعني لانه علشان ما جاب بافريقيا عربيه فخمه مشان ما حدا يتضايق من الفقراء اللي هني. فبتقول له مراته انه هو عم تدفش، بيقول لها يا ترى بالجنه نحن حننبسط، حيكون سعيدين مثل هلا. فهي فكرت انه هو بيشوف ايه، هو فرحان بايه، نحن بالصحراء بندفش عربيه. هو شلون بيقول معقول بالجنه حنكون مبسوطين اكثر من فتخيلي قصدي السعاده اللي كان عم يلمسها هو عم يعطي، بيعمل حاجه كويسه. فلا بدك تبحثوا عن سر العطاء، تفهموا انه السعاده هي فقط بانك تكون صاحب اثر بهي الدنيا. لما تروح يضل اثرك خير موجود يعم. صح. هذا هو العطاء، هذا هو هي السعاده باختصار. ده حقيقي.
انا بصراحه ما فيك تقولي كلمه واختصر لك اياها بجمله. ايوه لا 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 دائما بحلل الامور، فايه يعني هي اذا حللتها باختصار هي السعاده بالنسبه لي. طب وتنصح الشباب اللي هم ساعات بيفقدوا الشغف وبيبقوا حاسين ان هم مش قادرين يعني يلحقوا احلامهم، تنصحهم بايه؟ ما عم اقول لك هي مشكله شبابنا هو الكسل. مم. علمونا انه بدنا كل شيء سريع. مم. انا بيجوني احيانا اشخاص على السوشيال ميديا، مم. انا بدي غني بس ما عم بنشهر. قد ايه صار لك؟ بيقول لي شهرين. لك شو شهرين؟ مم. انا صار لي من 2000، انا صار لي بلشت بال 2008، مم. يمكن انشهرت بال 2017 18. ايه كل ده؟ مم. يعني صار لي 18 17 سنه برحلتي، ولليوم في ناس ما بتعرفني ولسه انا بدي اسعى. فهي المساله الشغف مم. يحتاج اول شيء، اذا بدي اعطيهم هيك رساله واضحه وخطه، مم. فقط حدد هدفك. يعني شو هو الشغف؟ لانه مم. اليوم شبابنا عاني بمشكله اللي هي بدها كتير. هلا اوكي انا بكتب بكتب وبخرج وبمنتج وبغني وبمثل مم. بس ما اجوا فجاه. في رحله صار لي 35 سنه، انا قبل كنت بس بغني. مم. فاول شيء لازم تفهم تحدد وجهه واحده. مم. يعني انا عايز مثلا اشتغل. مم. طب انت شوف شغلك، هل مم. هو المكان الشغل هو هذا شغفك فيه؟ مم. روح شوف كريستيانو رونالدو لما يفيق الصبح عنده لعبة كرة قدم اخذ عليها مم. 100 مليون دولار، أيوة. حيروح زعلان ولا حيروح؟ ما هو ببلاش حيروح. مم. ليش؟ لانه بيلعب، لو بالحارة بيلعب. فحلو انك تلحق شغفك، يكون شغلك شغف. يعني مثل انا مم. لحقت شغفي، انا كنت اشتغل بمحل البسه، مم. بس انت لازم تقبل تحب ما تعمل حتى تعمل ما طب تحب. وانت شغفك دلوقتي ناحية اي اكتر الاغاني الراب ولا التمثيل لا ولا والله هلا الكتابة؟ شغفي رايح للندوات والكتاب. يعني حتى بفكر يعني ممكن سنة سنتين اعتزل كل الفن خلاص. اوكي. لانه حاسس عم ياخدني عن الحاجات التانية. ليش؟ لانه مم. فكرة لما بدك تعملي كتاب مم. محتاج بحث. انت اليوم عم تطلعي تحكي بدك مم. تغيري اشياء. تفكير ناس. لا واشياء صار مربوطه فينا، صار عمر. مم. فنحن لازم تكوني حدا عنده كم هائل من الافكار والثقافات مم. والبحث وفي عزله وفي وقت بدك تعديه مع حالك كتير كبير. مم. فما فيني يكون بكتاب ارجع اروح اعمل مم. اغنيه ومنتج واشوف رده فعل الناس وحبت الاغنيه مم. يعني حتى لقاءات ما عاد طلعت بصراحه. يعني مثلا لقاءات فنيه ما بحب، خلاص اعتزلت عنها من هلا. حفلات مثلا ما بعمل حفلات خالص. هي مشكله كمان، مش مو ضروري الكل يصدقها. لكن الشهر ده انا صحح لي حفلات، يعني بعد اغنيتين اللي نزلتهم اول لقاء. مبروك اولا، مبروك على الاغنيه الجديده. انا شايفه ان هي محققه مشاهدات كتيره ملايين وهي لسه ما كملتش الشهر. الف الحمد مبروك. لله. ما هو لانه هيك هو سخرية القدر. لما تعملي حاجة فنية حتلاقي بقى اجوا كل ملايين. والله العظيم والله العظيم ورحمة ماما هلا صار جاييني، هي ما بحلف فيها كذب، صار جاييني فوق ال7 حفلات بهلا خلال هذا الشهر. وبرفض، ولما برفض بيفكروا مشان فلوس فبيرجعوا بيعلوا. يعني انا رافض فوق $500,000 بهذا الشهر. يعني اي حد حيشوفني يا حيقول كذاب يا حيقول ده مجنون. طب انت رافض ليه الحفلات يعني؟ لاني يعني قلت يعني انا نويت لما توفى انا حدا مجنون شوي، يعني مو مجنون مزح، يعني مجنون في لا في شغله انا في عندي شغله بدي ارتاح. لا انا بدي اطلع من هي الدنيا انا مرتاح، ما بيهمني انت مرتاحه لي، انا مرتاح مع حالي. فانا حاسس انه لو جمعت الناس بحفله، تخيل يعني انا وين بفكر بالديتيلز. ما احنا عايزين نفهم انت ليه مش عايز تعمل حاجه. انه كم حدا حيطبق البنت وحياخد رقم بنت وحيصير حاجات وحجمعهم، واوريدي اللي احنا شبابنا ضايعه وحاجي ضيعهم زياده. لا هتحس ان انت بتزود. لا خليني اجمعهم. انتم مش حابين تشوفوني؟ يعني انا مش حاعتزل وحقعد في البيت. انتم حابين تشوفوني، انا بعد فتره حنظم لكم ندوات.
فحنقعد نجتمع بمسرح انا مش ما عاد حبيت يعني الصخب والله. ايوه يعني انا ممكن اكون بحفله واقول لهم يا جماعه وطوا صوتكم. يعني وصلت انا مثلا ما بحضر المرحله. حفلات، ما عاد اقدر احضر كتير اعراس ولا ما عاد اقدر. مش الدوشه دي انا مش تغيرت يعني لازم اللي يسمعني هلا يشوفني يفهم ده مم. قبل وفاه امه اختلفت. وابوه غير بعد. يعني ما بيهمني اذا امك وابوك توفوا وانت ما تغيرت. انت مش انا تغيرت كليا. انا فهمت الحياه بطريقه تانية. بس انا بغني دلوقتي فقط لانه انا عندي مسؤوليه. بس مش بغني مثل ايام زمان. مش زي زمان. لا ولا همني هلا اني انا مثلا يعني ولا مبسوط انه هلا 4 مليون. لا هي جابت ايه الغنيه وجابت قد ايه علشان ادفع ايجارات واعيش. والله ما عاد في الشغف. لكن الحفله بقى غير من نظام الاغنيه. ايوه. واحد بيقول لي طب ما انت بتغني. لا بتغني حاجه انا اغني فيها. حاطط الاغنيه على اليوتيوب لا في اصلا ممنوع البنت تلبس كذا وممنوع يكون في مشاهد خادشه للحياه مثلا بكل اغنيه. حتى الحب هو الحب قضيه. يعني انا اصلا اغاني كلها قضايا عن فلسطين وعن الشباب وعن العيال وعن الشجاعه وعن القوه وعن الحب قضيه. طب الحب شو قضيته؟ انه نهايه الحب زواج. لانه نحن اليوم شبابنا صار يفهموا انه خلاص بيصاحب بنت وبيعيش معها 6 شهور بيرجع بيعيش مع واحده. فلا حتى باغانيه دائما بركز انه الحبيبه هي الزوجه. يعني انت حبه راح تقدم لها اخر الكليب. ده النهايه. لانه هو تحاول توصل رساله برضه. لانه الشباب هيك بتترودج. لما كل الاغاني بتوريك انه ده حب بنت وراحت سكنت عنده تاني يوم. طب ما في جواز. لا هي دي الاسرار. هي دي الحاجات السم اللي عم يفوتوها للجيل. علشان بيبقى البنات مش لاقيين حدا يتجوزهم. ليه؟ لانه الشاب بيقول لك انا بصاحب 1000 بنت ليش اتجوز. ففكره الحفلات انا لغيتها دي. انا مجنون. مش حد يقول لي ومش مش بقولها علشان تقولوا والله ده جامد او ده. لا هي علاقه بيني وبين الله. وانا يعني انا متصالح مع نفسي فيها. وانا عارف انه لو رفضت المبلغ ده حيجيني ضعفه بزاويه ثانيه. انتم ما تتدخلوش. لو انا عندي شك انه لو قلت لا. الواحد قال لي رفيق انه انت لو قلت انت بتقول كل حفله يعني 50-70 الف دولار مثلا انت ترفضها. ان كان تور باوروبا ولا كان بلبنان ولا بالاردن ولا. لانه في سبونسر بيجوا بقى غير التيكيتات. يعني انت بكل حفله قادره تلمي سبونسر. صح. فرقم عادي تجيبي 50 ولا 60 على اسمي. يعني انا يعني بتلمي 10 سبونسر. انت من كل سبونسر بتجيبيهم. وفينا نعمل حتى دعوه عامه يعني حتى من دون تيكت. بس هي الفكره بقى حيحصل ايه بالحفله. اسماعيل حيشوف حاله بايه. حيشوف حاله فين. فهمت قصدك. انا بدنا ارجع على البيت شوف حالي. الناس انا مو حابب هيك. انا حابب اشوف حالي واقف على مسرح عم اقول الكلام اللي لازم يتقال والناس بتسمع ويأثر فيهم ويأثر في مستقبلهم. وخلي يحضروني 3-4000 يطلع منهم 100 تأثروا بكلام. تمام. وحاخد مصاري. انتبهي مش تفكري يعني لا دي مش حفتحها. يعني مش مالي الامام المهدي. ايوه عرفتي. لا فيها فلوس لكن اكيد فلوسها اقل. لكن حيكون فلوس مع رياحه مع سلام داخلي. انت راضي عن اهم ما يكون فلوس وما فيش سلام داخلي. اما تجيني لما كان عمري 33 و32 ب10,000 بعمل حفله وبخلع وبرقص. تغير تفكيري تغير. فانا بحترم حالي. مش عايز حد يحترمني ولا مش. انا بحترم حالي بالحاجه دي ومقدر حالي فيها. يعني انا شايف حالي بمكان تاني بعد كم سنه. بحب رؤيتي لا اللي شايفه انا ما ينفعش اوقف على مسرح ارقص. اوكي. او يكون وراي فرقه موسيقيه ورقص والناس بترقص. يعني اللي شايف نفسي حتشوفوه بعدين. لما هلا حبلش ندوات وكتب ان شاء الله حتفهموا انا شايف حالي فين. فلا رواق يعني. طيب اسماعيل انت برضو عندك متابعين سيدات. انت عارف دلوقتي ان العلاقات الانسانيه والاحتفاظ بيها والاحتفاظ بالعلاقات الزوجيه امر صعب. يعني امر في الوقت اللي احنا فيه ده مش حاجه سهله. تنصح السيدات دلوقتي والبنات ازاي يحتفظوا بشريك حياتهم؟ يعني يعملوا ايه علشان يقدروا يحتفظوا بشريك حياتهم في وسط التشتت اللي احنا فيه ده وصعوبة التمسك بالعلاقات الزوجية والإنسانية؟
هلا انا لك يعني شوف الحلقه اللي اول مره مشان ما يقولوا هذا بيتكلم بالبنات وبالدين لا 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 انا لا لا بتكلم انا لو اتكلمت وجهة نظرك انت. لا لا ليش حق لا لا آه. انا قصدي ليش اه قادر اعطي حلول، اه لاني متجوز ست صار لي 11 سنه اه وعلاقتي معها بالظبط، انا عايزه وجهة نظر اسماعيل. ايوه مشان لا العالم لا 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 تفهمني، ما يقولوا لك لا، ده. وجهة نظر اسماعيل. ايه بس انا ليش حقدر اعطي وجهة نظر صحيحة؟ مم. لاني انا جربت الجواز 11 سنة والحمد مم. لله علاقتي فيها يعني جدا جدا ممتازة، مم. فاقدر اعطيكم الحلول اللي انا عشتها اه يلي هي موجودة بالغرفة السابعة اعتقد، مم. السادسة. مم. الغرفة السادسة اسمها المرأة والمساواة الحقيقية. مم. الرجل بشكل عام، خصوصا الرجل خلينا نقول الشرقي او العربي، مم. المرأة بتحاول دائما تتعايش معه كحب وكعاطفة، لكن هو 90% هو بيعشق اللي بتفهمه. أوكي. يعني مفروض تفهمي، هو بقى مثلا عنده لك الرجل قد ما حاول يشرح للأنثى مم. وهو شايف الحياة فين، حتضلها هي عم تاخذ الكلام بالمشاعر، مم. هو يفكر بعقله أكتر. مم. هو محتاجه أحيانا، هو كتير بيحبها، يعني أنا كتير بحبها لمراتي، مم. بس أنا عايز أقعد لوحدي شوي. اه مو لأنه ما بحبك، لأنه بس بعد ما أقعد الفترة لحالي مم. حقعد بعدها معك وحقول لك أنا بفكر بيه. مم. فإنه المرأة أول شيء لازم تفهم الرجل، حيلاقي فيها ميزة عن مم. باقي الستات اللي هي بس بيفكروا بمشاعرهم. مم. فمش لما حتقابلوا أي ست بطريقه، مم. يعني المرأة شلون بتحافظ على الراجل بتاعها مم. لما يطلع من البيت، مش عايزاه يشوف حد غيرها اه أو يميل لحد مم. غيرها. طب ممكن يلاقي ست جميلة مم. بس شافه انه كتير مشاعر لا هو مم. بده وحده تفهم. مم. فلما يلاقي في حد عنده بيفهمه، يعني مم. يعني مرته بتفهمه، فاول شيء اخذت اول نجمه انه مم. انا اللي مراتي مثلا مريحه راسي، بتفهمني، بتعرف انا بحب هيك وما بحب هيك. مم. زائد بعدها مم. تخيلي بعد الفهم بيجي الحب. مم. يعني انا مراتي ممكن ما كتير تحبني بس كتير بتفهمني، مم. فلا بيميزها عن اللي كتير بتحبه بس ما بتفهمه. مم. لانه في بنات احيانا بيلحقوا راجل مم. او بتلاقي المرأة بتحبه، يعني مم. بتلاقي الست بتحب الراجل بتاعها قوي مم. وخلاص طلقوا، مم. لا ما فهمه ولا فهمته، يعني لا هو فهمه ولا هي فهمته، مم. مع انه في حب، انتبهي في حب قوي بيكون، مم. لانه احيانا الحب بيعمي مم. عن يعني بالتالي الفهم. الراجل لما بيبقى مرتاح نفسيا وبيبقى حاسس ان في واحده مستوعباه ومستوعبه حتى اخطائه البسيطه، مستوعبه المودز بتاعته وانعزالاته والحاجات دي، بالتالي دي اكتر حاجه بتبقى هو صداقة مرتاح فيها. صداقة صداقة صداقه. لانه هو ليكي الرجل، هلا مم. انا دائما بحكي عن مرتي ان مراتي هي رفيقتي كتير 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 كتير. ليش؟ مم. لانه انا لو عامل شغله خطأ مم. وخفت ان انت اني تحكيها الا، لها، فحروح ادور على بنت تحكي لها. الا، فهي البنت حتحتضن بقى شو مم. ضعفي، مم. حتفهم هاي مراته ما بتفهمه، فحتبلش البنت لا انا مم. فهماك وكلم معايا، فها خلت مراتي مم. خلت حد ثاني ياخذ مكان. اه فدائما مش بس المرأة مطلوب منها تفهم الرجل، انا مم. بقول هي علاقة مشتركة. يقدر يحكي لها على اي حاجه، تتفهم بشريته وتتفهم ان هو تتفهم انه ممكن هو رجل، ان هو رجل. لانه الرجل ما بيفكر مثلها فقط مشاعر. مم. فما دائما تاخذ الشغله كانه بلوي، لا لا، مم. خديها كانه هو بعترف لك، كان فيه ما يعترف، لا. كان فيه ما يعترف، فمو يعني يعترف لك تيجي تعملي له مشكله، مم. فحيبلش يخاف ما عاد يقول لك. مم. فلا هو لما يجي يكون حاسس انه اللي عندي بالبيت مم. او شريكتي هي صديقتي مم. وحبيبتي مم. وامي مم. واختي وبنتي ورفيقتي وعشيقتي بتاخذ يعني انا قايله بالكتاب المرأة محتاجة المرأة لا تكتفي برجل واحد. مم. كل العالم قالوا لي شلون ما لا تكتفي، ازاي؟ قلت لهم هي مثل، يعني هي كلمة لحتى تخليكي تقري الجوهر.
مم. المرأة تحتاج إلى أب أول شيء يعطيها أمان. مم. كل مرأة بالعالم بتقلك أول شيء بتحبه بالرجل بدها أمان. مم. حست بالأمان بتقلك هذا أول نجمة أخذ الرجل. تاني نجمة بدها حبيب، مم. بدها عواطف، بدها تسمع كلام حلو، مم. بدها تسمع اهتمام. مم. مشان ما تاخذهم من برا، بدها تاخذهم من نفس الراجل اللي بتحبه. بدها صديق كمان. هي لما تقول له انكسر اظفري ولا حابه اغير ولا حابه اغير حد رموشي، برضو يسمعها مش ويستوعبها. الا ايه الحاجات آه. التافهه دي وانا مش ماليش. لا ليش مالك؟ يعني ليش ما مالكش بالحاجات دي؟ لا تعال، يعني اعطيه وقت، اعطيه صفه الصديق مم. علشان ما تروح تبحث عن صديق. صح. اعطيه فكره العشيق والمجنون، مو حبيبها. حبيب. لا غير الحبيب، العشيق اللي ممكن يعني تعملوا حاجات مجنونه سوا. الصديق الروش المجنون يعني. الاب يكون ليها كل شيء، والعكس يكون ليها هي كل بتكون شيء. بقى الام اللي تحتوي. لما يعني انا بفتره ضعفي وقت امي وابي ما يعني مين الي، يعني كنت دائما بحضن مراتي. صح. فهي كانت بداية يعني. حتى دلوقتي هي خلاص أخذ دور الأم اللي أنا مثلا ما بكيت بحياتي قد ما بكيت بحضن مراتي. وده مش ضعف، انتبهي أنا راجل يعني. وقت الجد عندي أيوة. بقى الظروف اللي بطلع رجولتي بشكل ما حدش يسبقني عليها. ولما بدي أبكي وأبين الطفل اللي جواتي كمان ما حدش يسبقني على الطفولة اللي جواتي. بس كلهم بزاوية تصب في مكان راحة اللي هي المرأة. فلما يلاقي الرجل دي المرأة، والله لو بيشوف 100,000 مرأة لا مستحيل. لا 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 خلاص. ليش؟ لأنه الرجل بيحب يرتاح. ما عنده انت سيبك من الرجاله اللي هن اصلا نسوانجيه اللي ما بتملى عينهم ولا مرة او ولا ست. لانه يعني بمصر بيقولوا المرأة احنا عندنا المرأة يعني مرأة بالسوري. فبتلاقي الرجل لما يلاقي الست اللي عندها كل المواصفات دي، والله العظيم مستحيل تسيبه. يعني لو بيقعد بين 1000 بنت حيرجع لها. صح. لأنه هي بتكون عرفت بقى، أخذت دور أمه وحبيبته وعشقته ورفقته. مستحيل تتبدل بأي حد تاني، لأنه حيلاقي برا جزء منها بس ما حيلاقي رح يلاقي بنت يوريها رجولته بس ما حيوريها الطفل اللي جواته، حيخاف. حيلاقي بنت ادت له الحب بس ما فهمته. حيلاقي كتير نقص برا، فرح يلاقي كل شيء جواها هي. فلما الست عن جد بدها تحتفظ بالراجل بتاعها، توفر له الحاجات دي وتقول. نحن مشكلتنا بالعالم العربي ما بنحكيش. تبقى قاعدة زعلانة بعد شي شهرين بيزعلها، بتقول له أنت من 6 شهور. أيوة. طب ليش من راكم؟ يعني أنا مراتي يمكن أطول مشكلة أنا وياها كانت يوم أو نص يوم. خلاص قبل النوم هي بتلف زعلانة، تعالي مالك احكي ابكي، خلاص ضمينا بعض، خلصت. من فيق تاني يوم نسيانين كل المشكلة. فبتمشي الحياة. وأنا قايلة لمرتي يعني كلمة، قايلة أنا مثل أمي وأبي، حتى مريحها يعني. إنه أبي وأمي ماتوا سوا خلاص. أوكي. فأنا وياك أنا مش ما عندي على الحلوة والمرة. فاختصري يعني على الحلوة والمرة مع بعض. تزعلي قولي لي عملت حاجة غلط، تعي قولي لي أنت زعلتني امبارح هلا. مش بعد من 6 شهور. من 6 شهور فلا، ممنوع. فاول حاجه انه ما تراكموا الامور. خلاص زعلت منك دلوقتي بيجي بقول لي اذا بدي اياكي بحياتي لازم اقول لك صح اللي زعلني منك. فهي يعني لقيتها اضبط شيء، خلتني لهلا معي 11 سنه بتشوفينا بتقولي خلاص انتوا كده عرفتوا الروشته بتاعت اسماعيل تمر علشان اي حد عايز يحتفظ بالعلاقه بتاعته. والله انا مجربه وحتى محطوطه بالكتاب، محطوطه بقى بشرح مفصل بقانون المراه والمساواه اللي شو مطلوب من المرأة، الرجل شو محتاج من المرأة والمرأة شو محتاجة من الرجل. لو كل شخص عرف يعطي الشريك الأشياء اللي الشريك محتاجها، فما حتلاقي حدا بده يقوى على حدا. يعني لا المرأة عايزة تاكل الرجل أو تورقي قوتها، لا ما حلو المرأة الضعيفة. أنا بحبها دائما بقول
المرأة الضعيفة قدامي أنا يعني أنا زوجتي قدامي، ما تكون ضعيفة قدام الناس. وريني إنك ضعيفة. ما أنت لما تيجي تفتحي حاجة افتح لي بس بالحاجات دي. ولما نتكلم بقى لا أنا عايزة أعمل شركة وأعمل فلوس وأنت مالكش دعوة، لا ليه؟ ما رب العالمين حط لك صفات معينة وعطاني بصفات معينة، تعال نشترك لحتى نكون نكمل بعض. لا أنا جاي أطفيك ولا تيجي أنت تتعلي علي وتطفيني، لا إحنا واحد. فلو كل الناس فهمت الحاجة دي راح تلاقي ما فيش طلاق. صح. الطلاق بيجي بس لأنه هو عايز حاجات وهي مش فاهمة وهي بتراكم وهو صار له 6 شهور مش عارف. فالمشاكل دي كلها بس عدم فهم. مش فاهمين بعض. تعدي معاه بيقول لك كلام عنها، بتروح لعندها بيقول لك لا، طب انتم مش فاهمين بعض، مش بيحلوا مشاكلهم مع بعض. بس هي فهم تفاهم اهم من الحب. لانه اصلا بعد الزواج انا قلتها بعد الزواج بيروح الحب. بيفضل الشغف الحب. يعني مش معقول انا كل ما اشوف مراتي قلبي بدق وبرجف، لا خلاص بتعود عليها، بس بقيت اعلى من الحب بكثير، درجة اعلى كثير بالود والاحترام. صارت مثل اولادي. يعني ما ينفعش اعيش حياتي بدونها. ما بعرف ليش، ما بعرف. خلاص هي بقت شيء اساسي بحياتي. فخلي هذا الشيء الاساسي يريحني. صح. تعالي لنرتاح. تعالي لنشوف انت بتزعلي مني بايه وانا مش هعمله، وانا بزعل منك بايه مش هتعملي. خلاص بس مش انت انا بزعل انت ما تعملي وانا هعمل اللي يزعلك. لا ده نرجسيه بقى الرجاله والرجوله والذكوريه. لا انا ما عندي اياه. اسماعيل، اخر سؤال. ايه هو حلمك؟ حلمي ما عندي حلم والله. يعني حلم واحد، عندي احلام. يعني وانا احلامي تتجدد. بحس الانسان اصلا من دون احلام بيوصل للمرحله اللي كنت بدي انتحر فيها. يعني يمكن لما كنت انتحر هي ما عاد عندي احلام. لا هلا عندي احلام كثيره، فما في حلم معين. لكن بحس الحلم الاكبر اللي هلا انا عم بعمله كاسمي كاسماعيل تمر. يعني حلم اسماعيل تمر كاسماعيل تمر كاسمه، يكون عندي هيك مكتبه مثلا 10 كتب بتلخص رحلتي، وكون يعني ارحل من هاي الدنيا وعندي خير كتير للناس. يعني حلمي اوصل لهذا المكان، مش بس يعني خلاص كتاب وخلاص. يعني في عندي موسوعة معينة هيك، موسوعة اسماعيل تمر يلي هي بتلخص الحياة لكل إنسان ضايع. تقدر توصل لقلوب كل الناس. يعني أنا والله ما بيهمني كل الناس، بيهمني الناس اللي عن جد يعني عندها قناعة بإسماعيل تمر وإيمان إنه هذا الشخص إجا لحتى يقول يوصل رسالة بهي الدنيا، ما إجا بس ليغني ولا لأنه بحس إنه كلياتنا رسل بهي الأرض. كلياتنا جنود. في ناس فعلت الصفة هاي، في ناس لا قعدت على جنب وقالت أنا أناني. أنا لا، حاسس إنه أنا عم أقدم واجبي. حلمي أوصل عن جد للرسالة الأسمى، وإني أنا أكون عن جد إنسان مؤثر بهي الأرض. إن شاء الله يا إسماعيل هتحقق حلمك وتعمل 10 كتب. ده حلم بس؟ هذا حلم من الأحلام. أكيد في أحلام كثيرة بالحياة، بس ده الأكبر. لا هو هذا ده كشغل بس أكيد لسه في حلمي أشوف أولادي بأحسن حال. حلمي أشوف بلدي بأحسن حال، وشعب بلدي بعد 14 سنة من العذاب والقهر يعيشوا بسلام. أشوف الحزن اللي في بمجتمعنا العربي راح بقى، وعن جد صرنا شعب قادر يقوم ببلده وينهض. عندي أحلام كتير عرفتي، بس الحلم اللي عن جد اللي هلا أنا عم بسعى له هو حلمي كحدا مفكر عنده صاحب فكر حر، ينفهم صح من الناس بقى. يعني يفهموا الأسرار ورا كل كتاب أو ورا كل بودكاست أو ورا كل كلمة. إنه هي ما لها جاي هيك، ما في شيء نحكى هيك. يعني بإذن الله تحقق كل أحلامك إن شاء الله. بإذن الله. نورتني يا إسماعيل، وأنا اتبسطت قوي 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 بالكلام معاك بجد. شرف. وإن شاء الله يكون الحديث بتاعنا ده مفيد ويفيد الناس كلها إن شاء الله. وأنا كمان بدي وجه تحية عن جد للشعب المصري. يعني أنا لفيت كتير بلاد،
بصراحة صار لي هون بمصر تقريبا سنة. لفيت كتير بلاد. الشيء اللي لقيته بمصر اللي يمكن المصريين مش عارفينه ايه هو بقى؟ يلي هي الشعب المصري بحد ذاته. يعني السر مصر بشعبها. في واحد قلت له قال لي مرتاح بمصر؟ قلت له والله انا كتير مرتاح، مع اني انا عشت بدبي وباوروبا وبتركيا صار لي 8 سنين وبلبنان، مع احترامي لكل البلاد، بس في عندكم شغله فظيعه يعني اللي هي السر بمصر. لانه قال لي معقول انت بتقول عشت بدبي وتقول عن مصر يعني لا انه ما تجاملنا؟ قلت له لا مش قصدي على الشوارع والحاجات الماديه. قلت له في شيء عندكم انتم لساتكم عندكم الطيبه. يعني انتم واحد بجنيه بيعيش وبمليون بيعيش. يعني انتم عندكم كل شيء بمصر. فحاولوا حافظوا على هذا البلد، لانه نحن عشنا فكره انه رحلنا من وطننا، فكره صعبه. فانه المصريين عن جد يحافظوا على فكره مصر بحد ذاتها هي عظمه. انا كتير مرتاح بعلاقتي معه. شعب قريب على القلب، طيوب. عندهم هي الفطره يلي فقدوها للاسف كثير من البشر، اللي هي الطيبه. شعب بيحب يعني خلاص عايش. يعني ما عنده طائفيه، ما عنده عنصريه مع الاخر، ما عنده يعني غريبين والله. يعني لا بس انت كلامك عن المصر والمصريين حلو قوي والله. هذا اللي شعرته. انتبهي انا ليكي ما مثل ما احنا بنقول ما بنجامل، لان انا عشت بكذا بلد. بس انا لهلا انه عم يقولوا لي انه معقول مثلا انبسطت بمصر، انه في ناس بتقول لك لا في تطور اكثر برا. شو انتم ليش بتفكروا التطور؟ انتم روحوا عيشوا. انتم بالنهايه انت مالك عايش مع التطور، انت حتقابل بني ادم. فالبني ادم اللي حتشوفه، اللي بيضحك لك، اللي بيبتسم لك، اللي بيرحب بيك، اللي بيقول لك اهلا وسهلا ودي بلدك ودي يلي بيفوت لعندك على مطعمك بياكل. ده انا عشت بتركيا 8 سنين ما شفتش بمحل سوري تركي. يعني انا ما بفوت باكل عن سوري. فانا بفوت بطلع الصبح من يعني انا خصوصا ليش لمست الحاجات دي بمصر؟ لاني عشت ببلد للاسف بتركيا هو عنصري مختلفين. لا عنده عنصري مو ضد السوري، ضد العرب. للاسف عندهم كتير ما حاشملهم، بس ما فيه حدا ينكرها. اي حدا حيروح حيشوفها. يعني بتقولي له صباح الخير ما بيردش بس لانك عربيه قبل ما يعرفك سوري وعنده مشكله. لما تيجي من بعد الاضطهاد الكبير بتركيا تيجي لعند شعب احنا بنحبكم قوي يعني فبتحسي اوفر. ايوه عرفتي؟ فهي عن جد عندكم اياها ما حدا عنده اياها هلا. والله ما لمستها بشعوب الارض كلها. فاتمنى تضلها عندكم لانه هي اللي يعني انا بحس شعب مصر الوحيد اللي هلا سوريا اذا راح على سوريا حيحملوه على يعني انت يمكن شفتي كم لقاء. شوفي هلا السوريين شو عم يحكوا. في واحد كاتب انا حكتب على حدود سوريا يسمح دخول فقط المصريين. يعني لانه هن الشعب اللي 14 سنه ما شفنا منهم ولا 1% من العنصريه. فهي صعبه هلا الواحد يضل عنده هي الطيبه. فاكيد انتم عندكم شيء مختلف عن كتير بشر لحتى كنتوا قريبين منها هيك. فتحيه للشعب المصري والله العظيم. هذا حب يعني من ورا تجربه. انا ما كنت بعرفكم هيك، يعني انا عم بحكيكي تجربتي بعد سنه. فهذا اللي هلا لازم احكي يعني والله احنا مبسوطين ان انت مرتاح عندنا في مصر. واحنا اصلا بنحب الشعب السوري جدا وبنحب كل الصراحه العرب يعني. بالنسبه لنا شعب محب. انتوا قد ما حكيتوا شعب محب جدا. يعني تحياتي للشعب المصري. ميرسي يا اسماعيل ونورتني. تسلمي.